خلصنا الموسم الثالث من الهجوم على العمالقه لما وصل ايرين واصحابه للبحر وكانوا بيحلموا يعدوا البحر ويروحوا لمارلي، بس اللي ما كانوش يعرفوه ان مارلي من سنه بدات حرب مع تحالف دول الشرق الاوسط، والحرب دي استمرت كتير لدرجه ان عدى 4 سنين من ساعه ما الحرب بدات وبرضه فضلت مستمره. وفي معركه من المعارك وبالتحديد سنه 854 مارلي كانت بتحارب بمجموعه من الجنود الالديين، وكان من الجنود دول ولد صغير اسمه فالكو وقع وهو بيقاتل لحد ما جه اخوه الاكبر منه واللي اسمه كولت وخدوا الخندق امن. كان في صحاب فالكو وقعدوا هناك شويه، وجه فالكو واحد من صحابه اسمه اودو وقعد يعالجه، وفالكو سال صحابه هو احنا بنحارب مع مارلي ليه؟ احنا الديين مالنا بكل ده؟ فواحده من صحابه اسمها جابي قالت له مارلي بتحارب بالالديين بسبب قدرتهم على التحول لعمالقه، بس هم جايبيننا احنا الصغيرين هنا عشان يختبرونا لان واحد مننا هيورث العملاق المدرع من راينر، ومش احنا بس، ده اخوك كولت هو كمان مرشح انه يورث العملاق الوحش من زيك. وهما بيتكلموا المعركه اشتدت، وكولت راح للقائد بتاعهم اللي من مارلي واسمه ماجوس وقال له الهجوم اشتد علينا، احنا لازم نخرج اي حد من العمالقه نهجم بيه. فماجوس قال لكولت لا مش هينفع، دول تحالف الشرق الاوسط معاهم مدفعيه على شكل قطار مدرع بيقدروا بيها يوقعوا اي عملاق، وانا مش هضحي بعمالقه تانيين، كفايه اننا خسرنا العملاق الانثى والعملاق الضخم في جزيره بارادايس. عدى 9 سنين من ساعه ما هجمنا على الاسوار في بارادايس عشان ناخد العملاق المؤسس، ولحد دلوقتي ما عرفناش ناخده بسبب الحرب دي. انا عايزك تجهز ال 800 جلد اللي هنا عشان هنهجم بيهم دلوقتي، لاننا لازم نستولي على حصن سلافا اللي العدو بيهجم منه. وفعلا كان في 800 جندي جلدي جايين الحرب مع مارلي غصب عنهم وجهزوا وهم خايفين، لحد ما جابي صاحبه فالكو راحت قالت لماجوس بدل ما تضحي بال 800 جلدي انا ممكن اشن هجوم لوحدي بالقنابل دي وهخلصكم من القطار المدرع وهساعدكم في الاستيلاء على حصن سلافا. لو انا نجحت هتبقى حافظت على 800 جلدي، ولو فشلت مش مهم هتخسر جلديه واحده. فماجوس وافق وراحت جابي لوحدها خدعت جنود تحالف الشرق الاوسط ورفعت ايدها ووقفت قدامهم، وبعد كده وقعت واستنت القطار المدرع لما يعدي ورمت عليه القنابل وخرجته من مساره. ونجحت جابي في خطتها، فجيش مارلي هجم بعملاق من العمالقه التسعه اسمه عملاق الفك، وعملاق الفك قتل جنود كتير من بتوع التحالف ودخل ساعده عملاق العربه. وجيش مارلي كمان هجم هجوم جوي بقياده راينر وزيك اللي كانوا في منطاد، ولان زيك بيقدر يحول اي الدي لعملاق بقوه العملاق الوحش، صرخ وحول مجموعه بشر الديين ورماهم على حصن سلافا. والعمالقه دول كانوا كتير من جنود التحالف، بس مدفعيه التحالف ضربوا العمالقه وقتلوهم، فنزل بعدهم راينر وتحول للعملاق المدرع وهجم، وهو بيهجم المدفعيه ضربوا عليه وجه قطار مدرع تاني واصابه، فعملاق الفك اتدخل وساعده وقضوا على جنود التحالف الموجودين. وبعد كده نزل زيك هو كمان وتحول للعملاق الوحش عشان يقضي على الاسطول البحري بتاع التحالف، لكن اول ما نزل سفن الاسطول ضربوا عليه صواريخ، راينر تصدى ليها ووقع، وزيك بعدها رد عليهم حدف قذائف دمرت الاسطول كله، وسيطرت مارلي على حصن سلافا وانتهت الحرب في اليوم ده. واضطروا دول التحالف انهم يعملوا معاهده سلام مع مارلي. وبعد انتهاء الحرب بكام يوم اجتمع ماجوس وزيك وكولت مع القائد بتاعهم في جيش مارلي. هو ماجوس قال كل الناس بتتكلم عن ان العمالقه بتوعنا كانوا هيخسروا في الحرب، ولازم نعترف ان العصر بتاع العمالقه خلاص هينتهي بعد الاسلحه المتطوره اللي بيواجهوها. فزيك قام وقال انا بقترح اننا نرجع نستأنف عمليه بارادايس ونجيب العملاق المؤسس من هناك، ده هيساعدنا كتير في تطوير العمالقه. انا خلاص فاضل لي سنه من ال 13 سنه اللي خدت فيهم قوه العملاق الوحش وبعد كده هموت، وقلت هيورث العملاق الوحش مكاني، فعايز انتقم من كل اللي في جزيره بارادايس. فالقائد ابدا موافقه مبدئيه، وخرج زيك من الاجتماع اتكلم مع كولت وقال له خلي بالك انت مش هتورث كل قدرات العملاق الوحش اللي عندي، وده لاني بحمل دماء ملكيه وهي اللي بتساعدني في تطوير قدراتي. فكولت قال له انا عارف كل ده. وهم بيتكلموا ماجوس قاطعهم وقال لزيك عايزك تحذر، مهمتك في بارادايس مش هتبقى سهله، احنا كل السفن اللي ارسلناها لهناك في خلال ال3 سنين اللي فاتوا ما رجعتش، هم اقوياء جدا لانهم بيستخدموا العمالقه اللي عندهم، وكمان جنود الفيلق اللي معاهم بيساعدوهم في ده. فزيك قال لماجوس ما تخافش عليا انا عارف كل حاجه عنهم. وفي نفس الوقت ده صاحي راينر لقى جنبه البشري اللي بيحمل قوه عملاق الفك واللي اسمه جاليارد، وجاليارد ده يبقى اخو مارسيل صاحب راينر وبرتهولد القديم اللي يومير كلته قبل كده. هو حصل على قوه عملاق الفك بعد ما كل يومير، واول ما راينر قام من النوم قال لجاليارد شكرا انك انقذتني بعملاق الفك بتاعك في المعركه. فجاليارد قال له ما تشكرنيش انا كان لازم اعمل كده. واثناء ما هم بيتكلموا دخلت عليهم البشريه اللي بتحمل قوه عملاق العربه واللي اسمها بي، وقالت لراينر انزل لفالكو واصحابه وهم عايزين يطمنوا عليك. فراينر نزل لفالكو واصحابه والمرشحين انهم يورثوا منه العملاق المدرع جابي واودو وبنت اسمها زوفيا، وقعد يتجول معاهم، وبالليل كلهم ركبوا قطر مع بعض عشان يرجعوا لبيريو مدينه الالديين في مارلي، واحتفلوا كلهم في القطر بانتصار مارلي في الحرب. وتاني يوم الصبح وصلوا كلهم لبيريو وسلموا على اهاليهم، وفالكو بعد ما سلم على اهله لقى جندي عنده صدمه نفسيه فقعد معاه وحاول يساعده وشويه وسابه ومشي. وكل الالديين في الوقت ده روحوا مع اهاليهم، ولان راينر يبقى قريب جابي قعدوا هما الاثنين مع عائلتهم، وبداوا يتكلموا عن ان الالديين اللي في جزيره بارادايس دول شياطين مش الديين زيهم، وده لانهم زمان سابوهم وهربوا مع الملك، وعشان كده لازم يتعاونوا مع مارلي للقضاء على الديين بارادايس. وراينر قال الالديين اللي في بارادايس دول اوغاد عشت معاهم اسوأ 5 سنين في حياتي، ولما نقضي عليهم هنعيش احنا الالديين اللي هنا في سعاده. وتاني يوم اجتمع راينر مع زيك وجاليارد وبيك وكل، وبدا زيك يقول لهم انهم لازم يرجعوا بارادايس ويجيبوا المؤسس من هناك، وعشان يعملوا ده لازم ينشروا اخبار ان في تهديد جاي من جزيره بارادايس، فهيستخدموا عيله مشهوره اسمهم عيله تايبر لنشر الاخبار واعلان الهجوم على بارادايس. وده لان عيله تايبر دول عيله غنيه والناس هتصدقها، وكمان لانهم بيملكوا عملاق من العمالقه التسعه اسمه عملاق مطرقه الحرب. وبعد زيك ما خلص كلامه كلهم مشيوا، وراينر قال معقول هرجع لبارادايس تاني؟ وقعد راينر في الوقت ده يفتكر ماضيه. راينر من وهو صغير امه زرعت فيه كره الالديين اللي في جزيره بارادايس، وكانت بتقول له ان الالديين بتوع بارادايس دول مش زينا، دول شياطين ولازم ننتقم منهم، الا ان ابوك من مارلي وسابنا ومشي بسبب سمعه
الالديين السيئه. فراينر بقى يحلم كل يوم انه يبقى مارلي عشان ابوه يرجع لهم تاني. هو انضم لجيش مارلي وهو صغير على امل ان الجيش يختاره ويديله قوه عملاق من العمالقه السبعه اللي عندهم، وده لان جيش مارلي في الوقت ده كان بيجند الديين عشان يختاروا 7 منهم يحينوهم بالسبع عمالقه اللي معاهم. هو راينر كان مرشح معاه الديين زيه، منهم اني وبرتهولد ومارسيل واخوه جاليارد وزيكو وبيك، بس دايما جاليارد كان بيتخانق مع راينر ومارسيل هو اللي بيهديهم، لحد ما في يوم تم اختيار الالديين اللي هياخدوا قوه العمالقه. اني هتبقى العملاقه الانثى، وراينر العملاق المدرع، ومارسيل عملاق الفك، وزيك العملاق الوحش، وبيك عملاق العربه، وبرتهولد العملاق الضخم. وفرح راينر بده جدا وحس انه بقى خلاص من مارلي، وراح لابوه في يوم، لكن برضه ابوه ما اعترفش بيه وعامله معامله سيئه. وعدت الايام لحد ما جت سنه 845 وجيش مارلي بعت راينر واني وبرتهولد ومارسيل لجزيره بارادايس عشان يهجموا على الاسوار هناك وياخدوا العملاق المؤسس. وقبل الهجوم بيوم مارسيل قال لراينر سامحني، انا كنت بشكر فيك قدام القاده وبذم في اخويا جاليارد عشان يخلوك انت العملاق ويسيبوه هو. فراينر استغرب ان مارسيل بيعتذر لانه ما كانش شايف تحوله العملاق ده حاجه سيئه. هو الصبح جهز راينر مع صحابه للهجوم، بس جت يومير في الوقت ده وكلت مارسيل، وهرب راينر بسرعه هو واني وبرتهولد وكان خايف جدا. واني قالت لهم مش هينفع نكمل من غير مارسيل، لازم نرجع مارلي. فراينر قال لها لا هنكمل احنا الثلاثه وهننجح، مش هينفع نرجع دلوقتي. بس اني ما وافقتش وقعدت تضرب في راينر وقالت له انت فاكر ان انا يهمني مارلي او إلديا؟ انا كل اللي يهمني ان ارجع سليمه، المارليين ما بيفكروش غير في مصلحتهم، وانا كمان لازم افكر في مصلحتي. فراينر قام مسكها وخنقها وقال لها احنا هنكمل المهمه. وبالفعل كملوها وهجموا على سور ماريا في اليوم اللي ايرين فقد فيه امه، واسقطوا السور تماما، وبعد كده انسلوا في وسط اللاجئين اللي راحوا سور روز، واستمروا في خطتهم وانضموا للقوات العسكريه واتعرفوا على ايرين واصحابه. وبدا وقتها فكر راينر ينقسم بين انه عايز يخدم مارلي وبين شعوره بالذنب لانه بيأذي الديين وبشر زيه، وده ضره نفسيا جدا وخلاه في اوقات كتير ينسى هو في جزيره بارادايس بيعمل ايه. هو راجع راينر بعد كده للحاضر، وبسبب الضرر النفسي اللي اتعرض له في صغره كان بيحاول ينتحر، بس سمع صوت فالكو بيتدرب وده اداله بصيص من الامل. هو توقف عن فكره الانتحار وشويه وخلص فالكو تدريبه. هو في طريقه وهو مروح عدى على المستشفى وشاف الجندي اللي كان عنده صدمه نفسيه وهو حاول يساعده امبارح. هو قعد فالكو معاه والجندي قال له على فكره انا ما عنديش صدمه نفسيه ولا حاجه، يا ريت ما تقولش ده لحد. ففالكو قال له ما تخافش مش هقول لحد. وبدا فالكو يحكي له انه مرشح لاخذ قوه العملاق المدرع، بس جابي صاحبته احتمال كبير هي اللي تورث المدرع مش هو فالكو مش عايز ده يحصل لان ده معناه ان جابي هتموت بعد 13 سنه وهو مش عايزها تموت. فالجندي قال له انقذها واوعى ترمي نفسك في الجحيم. وكمل الجندي وقال لفالكو انا اسمي كروجر وزي ما انت شايف رجلي مقطوعه وعايز منك تبعت لي رسائل توصل لعيلتي خارج ليبيريو. ففالكو وافق وبدا يبعت الرسائل. وبالليل وصلت عيله تايبر لليبيريو واستقبلهم ماجوس واتكلم مع رئيس العيله اللي اسمه ويلي. ويلي قال له انا معايا افراد عيله تايبر كلها، بس مش هقول لك مين فيهم اللي بيحمل قوه عملاق مطرقه الحرب. احنا عيله إلدية لكن احنا اول عيله حاربت ملك الإلديين وساعدت مارلي، عشان كده لينا سلطه كبيره هنا وبنتحكم في قرارات كتير. بعد كام يوم هيتعمل مهرجان في ليبيريو وانا هتكلم فيه وهكشف قرار اتخذناه وعايزك تساعدني في ده. فماجوس قال له بالتاكيد هساعدك. وتاني يوم الجيش كان بيستعد لتجهيز خطه للهجوم على بارادايس. هو فالكو في الوقت ده كان بيتدرب مع اصحابه ولاول مره قدر يتخطى جابي في واحد من التدريبات. وجابي اتضايقت جدا ولما خلصوا قالت له انت عايز تورث العملاق المدرع ليك، قلت اخوك هيورث العملاق الوحش كده كده وعيلتكم هتتعرف في مارلي كلها. ففالكو قال لها انا عايز اورث العملاق المدرع عشان احميكي. ومشي فالكو وفي طريقه شاف تجهيزات المهرجان اللي ويلي هيتكلم فيه. هو بعد كده راح المستشفى قعد مع كروجر وشويه ومشي. هو جالك كروجر طبيب وقال له انا اسمي ييجر وجاي اقول لك ما تقعدش مع الولد ده كتير ولا تخليه يساعدك ويبعت لك رسائل، لان عمه كان زمان من قيادات المقاومه الإلدية والمارليين حاطين عينهم عليه وعلى عيلته. احسن لك تروح لعيلتك وتقعد معاهم، انا بشعر بالندم لحد دلوقتي لان سبت عيلتي زمان وفرضت على ابني انه يبقى طبيب. هو قعد ييجر يصرخ لحد ما جه 2 موظفين خدوه، واللي كروجر ما كانش يعرفه ان ييجر اللي كان قاعد معاه ده يبقى ابو جريشه وجد ايرن. وبالليل اتعملت حفله بامر من ويلي وكان مدعو للحفله دي قاده كل الدول. هو ويلي اتكلم وقال لهم انا عارف انكم كلكم عايزين تخلصوا من الإلديين الاوغاد، هو مع ان انا إلدي وفي هنا إلديين كتير بس احنا مش زي إلديين بارادايس، عشان كده بدعوكم المهرجان هيتعمل بكره في مدينه ليبيريو، المدينه اللي تعتبر معتقل وحبس الإلديين مارلي. هو في المهرجان ده هقول قرار مهم اتخذته. وبالفعل تاني يوم اتعمل المهرجان. الصبح فالكو واصحابه قعدوا يتجولوا مع بعض فيه وياكلوا. هو بالليل كان لسه المهرجان مستمر وجه فالكو لراينر وقال له في واحد صاحبك عايزك وقال لي اجيبك معايا. فراينر راح معاه ونزلوا للطابق السفلي وراينر لقى هناك كروجر. هو كروجر قال له ازيك يا راينر بقالي 4 سنين ما شفتكش. فراينر اتخض وقال مش معقول ايرن ييجر. هو طلع ان كروجر ده هو ايرن، شكله اتغير وكبر بعد ما عدى 4 سنين وكان مستخدم اسم كروجر عشان ما حدش يعرفه. هو قعد راينر قدامه وهو خايف، بس قبل ما يتكلموا ويلي كان بيجهز عشان يقول كلمته في المهرجان. هو جت سلمت عليه واحده من عيله كبيره اسمها عيله ازومابيتو. هو شويه وطلع ويلي على المسرح والقى كلمته على قاده كل الدول الحاضرين. هو قال الإلديين تاريخهم دموي، استخدموا العمالقه زمان وابادوا كتير من البشر، هو بسبب جرايمهم دي بدات عائلات الإلديين تقاتل بعضها لحد ما جه البطل المارلي هيلوس وبمساعده عيلتي عيله تايبر اجبروا ملك الإلديين الملك كارل فريدز على الهروب لجزيره بارادايس. هو كسبت مارلي ساعتها حرب العمالقه العظمى. الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده كلكم عارفينه، بس اللي انتم ما تعرفوهوش اننا ما اجبرناش الملك كارل فريدز على الهروب، بالعكس هو اللي تعاون معانا عشان مارلي تنتصر على إلديا. وده بعد ما شاف الجرايم اللي الإلديين عملوها فخد جزء كبير منهم لبارادايس واستخدم قوه العملاق المؤسس وعمل 3 اسوار مكونه من ملايين العمالقه وحبس الإلديين هناك. هو بقى الملك الاول للاسوار وورث فكره وارادته دي لعيلته وورثهم كمان العملاق المؤسس. والسلام عم
الدعم في العالم كله، لحد ما جه شخص سرق العملاق المؤسس ودمر كل اللي الملك كارل فريدز بدأه. الشخص ده اسمه ايرين ييجر، ولو اتحكم في قوة المؤسس هيبيدنا كلنا. ارجوكوا تعالوا نساعد بعض ونتحد ونهجم على جزيرة بارادايس ونقتل كل الإلديين اللي هناك. هو ده الحل الوحيد عشان نعيش كلنا في سلام. واثناء ويل ما كان بيتكلم ماجوس بعت جنود عشان يستدعوا جاليارد وبيك وراينر وزيك، وفعلا الجنود راحوا يستدعوهم، لكن الجندي اللي استدعى بيك وجاليارد تصرفاته كانت غريبة وبيك شكت فيه، فراحت طلبت من مجموعة من الجنود اسمهم وحدة بنزر انهم يتبعوهم. وشك بيك طلع في محله ولقى ان الجندي ده خدهم مع المكان ووقعهم في فخ وحبسهم فيه. وشويه وجه جندي الماجوس وقال له زيك وراينر وجاليارد وبيك اختفوا هم والجنود اللي راحوا يستدعوهم. فماجوس استغرب وبدا ايرين في الوقت ده يتكلم مع راينر. جدد رجله الاول بقوه العمالقه وقال لراينر انا راجل شرير زي ويلي ما قال، بس انت برضه من وجهه نظري انا واصحابي راجل شرير. انا قبل ما اجي هنا كنت شايف كل اللي في مارلي اعدائي، لكن لما جيت حسيت اللي انت حسيته لما كنت عندنا في بارادايس، وده لانهم قالوا لك عننا اننا شياطين، بس احنا فينا كتير انقياء زي ما انتوا فيكم كتير بيشبهوا فالكو وانقياء زيه. ففالكو لما سمع ايرين ما كانش مصدق المحادثه اللي بتدور بينه وبين راينر وقال لايرين انت خدعتني. فايرين قال له انا اسف، بس الرسائل اللي كنت بخليك تبعتها لي دي كانت لاصحابي مش لعيلتي زي ما قلت لك. وكمل ايرين كلامه مع راينر ونزل راينر على ركبته وهو حاسس بالذنب وقال لايرين انا اللي ارغمت اني وبرتهولد على اكمال مهمه الهجوم على السور، انا السبب في موت امك، يا ريت تقتلني وتريحني من كل ده. فايرين قومه وسلم عليه وقال له ما تحسش بالذنب احنا شبه بعض وانا زيك هكمل تدمير في اعدائي. وفجاه اتحول ايرين للعملاق المهاجم وخرج عند المسرح ودمره ومسك ويل. فويل افتكر انه قبل ما يجي المهرجان النهارده الصبح ماجوس قال له احنا عندنا معلومات بتقول ان هيحصل هجوم على المهرجان من الديين بارادايس. وساعتها ويل قال له لو هجموا هيبقى في حد بيساعدهم، انا عايزك تعمل خطه تخليني فيها طعم لظهور الديين بارادايس عشان لما يظهروا ويهجموا العالم كله يشوفهم ويعرف انهم شياطين لازم يتبادوا. فماجوس وافق وعمل خطه خلى ويلي فيها الطعم، وفعلا ده اللي حصل بالليل لما ايرين اتحول لعملاق مسك ويلي وابتلعه وبدا يهجم على كل الموجودين، فكله هرب وبسبب هجومه ده مات كتير منهم زوفيا واودو اتصاب، فكل تحمى اودو وجابي وخدهم وبعد. والوضع كان سيء جدا لحد ما ظهرت اخت ويلي اللي اسمها لارا واللي بتحمل قوه عملاق مطرقه الحرب وتحولت لعملاق. فايرين هجم عليها بسرعه وقعد يضرب فيها. وماجوس كان بيراقب الوضع من بعيد وقال كويس ان ايرين جه هنا عشان ناخد منه المؤسس بدل ما نضطر نروح بارادايس. واثناء ما ماجوس كان بيتكلم لارا استخدمت قدره عملاق مطرقه الحرب في صنع وتصليب اي حاجه تيجي في خيالها، وصلبت راس مدبب اصابت بيه ايرين في بطنه ورفعته لفوق وجهزت مطرقه بعد كده وهجمت بيها. وفي نفس الوقت ده وحده بنزر راحوا خرجوا بيك وجاليارد والاثنين اتفاجئوا لما شافوا القتال بين ايرين ولارا. واستمر القتال ونزل عملاق ايرين مصاب ولارا فضلت تصيبه بالمطرقه، والجنود كانوا بيضربوه بالمدفعيه لحد ما قدروا يخرجوه من عملاقه. ولارا قالت له خلاص انت هتموت دلوقتي، تحب تقول حاجه؟ فايرين قال دلوقتي يا ميكاسا. وفجاه وصلت ميكاسا واطلقت رماح الرعد على لارا واصابت عملاقها عملاق مطرقه الحرب ووقعته. واصحاب ايرين هم كمان وصلوا وهجموا على جنود مارلي. فماجوس استخبى بسرعه في مبنى وامر الجيش والاسطول البحري بالاستنفار، وهو بيدي التعليمات شاف بره جنود فيلق الاستكشاف بيدمروا ليبيريو ورموا قنبله داخل المبنى اللي هو فيه وانفجرت. وجان وقف ولاحظ ان فروك عمال يفجر مباني كتير، فراح وقال له كفايه مش عايزين نقتل مدنيين اكتر من كده. ففروك قال له اللي هنا دول كلهم اعدائنا ولازم يموتوا. وفي الوقت ده وقفت ميكاسا مع ايرين وقالت له انا هتابعك في كل مكان تروحه، بس انت فاهم احنا عملنا ايه؟ احنا قتلنا مدنيين كتير واطفال ومفيش طريقه للتراجع عن اللي احنا عملناه. لكن وهم بيتكلموا لارا قامت تاني بعملاق مطرقه الحرب وصلبت رمح اطلقته عليهم فهربوا. واثناء ده ما كان بيحصل كولت وجابي راحوا باودو للمستشفى، بس لقوا المستشفى مليانه والاطباء ما بيستقبلوش حالات، فحطوا اودو جنب المصابين المنتظرين. وجابي قالت انا هروح اساعد جيش مارلي، وراحت جابي فعلا. وفي طريقها الحرس منعوها انها تعدي حرصا على سلامتها، لكن فجاه فيلق الاستكشاف عملوا انفجارات في المنطقه اللي جابي فيها، وساشا قتلت الحرس اللي قدام جابي وده ضايق جابي جدا. وبعد كده ساشا قالت لكوني نور مصباحك انت ما نورتوش ويلا عشان ننضم للباقي. فكوني عمل كده وراحوا انضموا لجاك وفراك. وساشا قالت لهم احنا اهتمينا بالمصابيح والاضواء، فجان قال لهم كويس كده الخطه ماشيه زي ما احنا عايزين. واستمرت القتالات في كل مكان. ميكاسا هجمت على لارا وايرين وقف بعيد وقال في دماغه عملاق مطرقه الحرب ده اتكون من تحت لفوق، معنى كده ان جسد لارا موجود تحت العملاق مش في المنطقه اللي خلف الراس. وفعلا ايرين لقى حفره تحت الارض استنتج ان جسد لارا فيها، فتحول للعملاق المهاجم تاني وطلع جسد لارا المتصل بعملاق مطرقه الحرب، ولقى متصلب تصلب بلوري. فايرين قطع الجسد من العملاق والعملاق وقع بسبب ده وجهز ايرين عشان ياكل الجسد، بس جه جاليارد بعملاق الفك من وراه وكان هياكله لحد ما بسرعه كبيره وصل ليفاي واصاب عملاق الفك وانقلب بعديها الوضع. وايرين هو اللي بقى بيلاحق جاليارد وميكاسا وقعته برمح الرعد. وبص جاليارد لقى جنود فيلق الاستكشاف جايين من وراه فترعب وقال هم ازاي مش خايفين مني وانا عملاق. وجت في الوقت ده بيك بعملاق العربه وكانت حاطه فوقها جنود بمدفعيه رشاشه ضربت بيها على اصحاب ايرين ووقعت منهم كذا واحد. فجاليارد اتحرر ولارا استخدمت التصلب ومسكت ايرين، وايرين ما كانش عارف ياكل لارا وهي جوه البلوره لان اسنانه مش هتقدر تكسرها. هو وصل كمان زيكو وهو متحول للعملاق الوحش، بس راينر ما انضملهمش، وده لانه كان فاقد الوعي بسبب انه اتحول بعد ايرين ما اتحول على طول وحمى فالكو واتصاب، وده خلاه يفقد الوعي. وبدا الجنود بتوع الفيلق يستخدموا عده المناورات ويحاولوا يصيبوا زيك، وزيك هو كمان حدف عليهم صخور عشان يصيبهم، وبيكو الجنود اللي فوقها حموه من جنود الفيلق. فخرج ايرين من عملاقه عشان يخلص من تصلب لارا وتحول تاني للعملاق المهاجم، وده قلق جاليارد وقال هو ازاي لسه عنده طاقه يتحول بيها. فبيك قالت له ما تخافش احنا المسيطرين على المعركه وجيش مارلي هيجي يساعدنا، الدين بارادايس مش هيقدروا يقفوا قصادنا، اهم حاجه دلوقتي نحمي زيك من ليفاي. فزيك قال لبيك معاكي حق انا مستني ليفاي يظهر هو عدوي. لكن وهما بيتكلموا حصل انفجار كبير جدا دمر الميناء بتاعت جيش
جيش مارلي. هو دمر كمان الاسطول البحري بتاعهم، والانفجار ده كان سببه ان ارمن اتحول هناك للعملاق الضخم، والكل شافوا الانفجار بما فيهم جابي وفالكو اللي كانوا واقفين مع ماجوس المصاب ومش عارفين يعملوا ايه. والانفجار وقعهم، فجاليارد نزل يهجم على ايرين، لكن بص فجاه لقى ليفاي وقع زيك. هو هجم جنود الفيلق هم كمان على بيك، ولما الجنود بتوع مارلي اللي فوقها ضربوا بالرشاشات، ساشا جت قنصت واحد منهم، وجان ظهر في لحظه ضرب بيك برمح الرعد. هو جاي جنود من فوقها برماح الرعد عملوا انفجار كبير ووقعوها. هو ما سابوهاش ونزل جان عشان يقضي عليها، بس لقى فالكو قدامه بيقول له ارجوك ما تعملش كده، وده خلى جان يخطئ وما يعرفش يصيب بيك. وساعتها فالكو خرج بيك هو وجابي، وكانت مصابه اصابات خطيره. واستمرت القتالات، جاليارد راح هجم على ايرين، ولما ايرين ضربه جاليارد استخدم سرعته وقطع ايد ايرين. فجت ميكاسا تدافع عن ايرين وبعد جاليارد، ووقف وبص فوق ولقى منطاد جاي. هو المنطاد ده كان فيه هانجي وارمن جايين ياخدوا اصحابهم، وده من خلال تتبع اضواء المصابيح اللي اصحابهم حطوها. فجاليارد قال انا مش هسمح لكم تهربوا، وراح يهجم. فميكاسا قطعت رجليه وايرين مسكه ورماه، وبعد كده قطع له ايده. هو لان عملاق الفك اسنانه قويه، ايرين حط له بلوره لارا في فمه وخلاه يضغط عليها غصب عنه لحد ما كسرها. هو ايرين كان لارا واكتسب قوه عملاق مطرقه الحرب. هو كان عايز ياكل جاليارد هو كمان، بس جابي وفالكو ندهوا على راينر لحد ما فاق. هو قام اتحول لعملاقه المدرع وراح هجم على ايرين وخد منه جاليارد. فايرين ضربه ووقعه وخرج بعد كده من عملاقه وقال ده وقت الانسحاب. هو انسحب ايرين هو وميكاسا وباقي جنود الفيلق وطلعوا للمنطاد. هو اول ما ايرين طلع ليفاي ضربه وقال له انت هتتعاقب على كل اللي انت عملته، احنا جينا هنا وخدنا المعركه دي بسبب انك اتصرفت لوحدك. فايرين قال له على فكره كل اللي انا شرحته في رسايلي حقيقي. هو بداوا جنود الفيلق بعد كده يحتفلوا بالنصر اللي حققوه في المعركه، بس تحت جابي قالت لفالكو انا مش هسيبهم يمشوا، وخدت جابي بندقيه وجريت وراهم. وفالكو راح وراها وقال لها استني، هم بيعملوا كده لاننا هجمنا عليهم وقتلنا منهم كتير، هم بياخدوا طارهم. فجابي قالت له انا ما شفتش هجومنا عليهم، بس شفته وهم بيقتلوا اهلنا واصحابنا، حتى لو احنا عايشين في معتقل هنا في ليبيريا واللي اتقتلوا دول اهلنا، وانا مش هسيب اللي قتلهم. هو مشيت جابي وراحت عند المنطاد ولقت جندي بيحميه فضربته ووقعته. هو قالت لفالكو انها هتطلع للمنطاد بعده المناورات دي وودعته، لكن فالكو ما سابهاش وطلع معاها، ولان جنود الفيلق كانوا بيحتفلوا ما سمعوش صوت صعود جابي للمنطاد. وفجاه جابي دخلت عندهم وضربت ساشا بالبندقيه ووقعتها. فبسرعه فالكو وقف جابي وجنود الفيلق مسكوهم وربطوهم، ووقف جان حزين على ساشا اللي بقى من الصعب انقاذها. ولما كان ده بيحصل بيك كانت قاعده مع ماجوس وقالت له انا افتكرت حاجه مهمه، الجندي اللي وقعني انا وجاليارد في الفخ ده انثى مش ذكر، انا اعرفها، هي كانت في اول اسطول بحري بعتنا للهجوم على بارادايس، الجنديه دي كانت من اتباع زيك. فماجوس استغرب، وفعلا الجنديه دي من اتباع زيك واسمها يلينا. هو كانت مع ايرين واصحابه على المنطاد، وليفاي قال لها شيل الدقن اللي انت حطاها دي خلاص المهمه خلصت. وسمع ليفاي صوت جاي من عند مدخل المنطاد، والصوت ده كانت جابي بتزعق لجان وبتقول له انا مش هسيبكم ولا القائد زيك هيسيبكم. فجان قال لها طب تعالي قولي له كده بنفسك. هو خدها جان للغرفه اللي فيها ليفاي وايرين وهانجي، ولقت زيك قاعد معاهم. فاتفاجئت وقالت له هم خطفوك. فاصحاب ايرين قالوا لها لا هو اللي ساعدنا في كل ده وحط معانا الخطه كمان. فجابي وفالكو قعدوا مش مصدقين ان زيك متواطئ مع ايرين واصحابه. وبدات هانجي توبخ ايرين وقالت له العالم كله هيهجم علينا بسبب تصرفك ده، كل مره تتصرف لوحدك واحنا بنيجي نضحي بارواحنا وننقذك. فزيك قال لها مش مهم، اهم حاجه دلوقتي اننا معانا العملاق المؤسس والعملاق الوحش ده هيساعدنا كتير في تحرير إلديا. بس وهم بيتكلموا ميكاسا وارمن كانوا بيحاولوا يفوقوا ساشا وهم بيعيطوا، وما عرفوش لان ساشا كانت خلاص ماتت. ودخل كوني عند ايرين وقال لهم ساشا ماتت، فكلهم اتصدموا. وجان قال لايرين ساشا ماتت بسبب. فايرين ضحك ضحكه مضطربه ما حدش فهمها، ورجع للماضي وقعد يفتكر اللي حصل من 3 سنين بعد ما ايرين واصحابه استعادوا سور ماريا وقضوا على كل العمالقه اللي في بارادايس. مارلي كانت ساعتها بتحارب تحالف دول الشرق الاوسط، وكانت بتبعت سفن تهجم على بارادايس، وواحده من السفن دي ايرين رفعها بعملاقه ورماها عند اصحابه، واصحابه مسكوا جندي منها اسمه نيكولو وهددوا كل اللي في السفينه، بس الجنود بتوع السفينه ما رضخوش للتهديد لحد ما خرجت من عندهم من السفينه يلينا وضربتهم بالرصاص وقتلت معظمهم. واصحاب ايرين استغربوا انها قتلت جنود مارلي اللي زيها. وبعد كده قعد ليفاي وهانجي معاها في خيمه هي وجندي كمان زيها اسمه يانكو بون. هو بدات يلينا تقول لهم معلومات عن جيش مارلي، وعرفتهم كمان ايه هو المسدس لانهم ما كانوش يعرفوه. هو قالت لهم ان المسدس ده سلاح عادي، مارلي معاها اسلحه متطوره عن المسدس بكتير. فهانجي سالتها هم ما هجموش علينا تاني ليه، وانت ليه بتساعدينا اصلا؟ ويلينا قالت لها هم ما هجموش تاني بسبب انشغالهم في الحرب، وانا وانيانكو بون بنساعدكم لاننا مش مارليين، احنا من دول مارلي غزتها وبعدها مارلي اجبرتنا نبقى من جنودها لحد ما قابلنا زيك وتعاوننا معاه وهو بعتنا ليكوا برساله. وتاني يوم هانجي عرضت رساله زيك على القاده، والرساله كان مضمونها ان زيك بيطلب التعاون معاهم لتحرير الالديين، وده من خلال تعاون العملاق المؤسس اللي جوه ايرين مع العملاق الوحش بتاعه. هو ده لان ايرين عشان يتحكم في العملاق المؤسس محتاج لعملاق بيحمل دم ملكي زي العملاق الوحش بتاع زيك. وزيك كمل في الرساله وقال لهم انه مش هيقول لهم على خطته الا لما يوافقوا على شروطه. فالقاده رفضوا التعاون مع زيك لحد ما ايرين قال لهم زيك بيتكلم صح، انا ما اتحكمتش في قوه المؤسس غير لما لمست عملاق داينا فريدز. هو ده لان داينا فريدز بتحمل دماء ملكيه، وزيك لانه ابنها بيحمل هو كمان دماء ملكيه وهنحتاجه. فليفاي قال لايرين هو انت ما قلتلناش قبل كده ليه انك محتاج عملاق من العيله المالكه؟ فايرين قال له لاني كنت خايف انكم تحولوا هيستوريا العملاق بسبب انها من العيله المالكه زي زيك. وبعد القاده ما سمعوا كلام ايرين اضطروا انهم يوافقوا على التعاون مع زيك. هو بدات بعدها يلينا واونيانكو بون وباقي الجنود اللي اتبقوا من السفن اللي مارلي بعتتهم يساعدوا فايلق الاستكشاف في استدراج سفن مارلي وتدميرها. هو ده من غير جيش مارلي ما يعرف انهم متواطئين. هو الجنود دول كان منهم نيكولو اول جندي الفيلق مسكه، ونيكولو بقى بيطبخ للفيلق، وساشا كانت بتحب اكله جدا وبتاكله بشراهه. هو مش بس نيكولو ده كمان في جنود مارليين تانيين ساعدوا الفيلق في عمل ميناء، ودي كانت الطريقه اللي قوه الفيلق قربت شويه من قوه مارلي. وبعد سنه جت زارت جزيره بارادايس واحده اسمها كيومي من دوله اسمها هيزورو، وهيزورو هي الدوله الوحيده اللي بتربطها علاقه كويسه
كويسه مع بارادايس. واول كيومي ما وصلت قالت لهم انها من عيله ازومابيتو ووريتهم شعار العيله. فميكاسا لما شافته قالت لها انا عندي نفس الشعار، هو بتاع عيله امي. فكيومي قالت لها زمان جه بارادايس زعيم دوله هيزرو وقعد هنا فتره، اتجوز وخلف، ولما مشي سلالته فضلت موجوده وسموا نفسهم العيله الشرقيه، انت واحده من السلاله دي. وشويه وقعدت كيومي تتكلم مع الكل وقالت لهم انا قعدت مع زيك وهو اللي رتب ان اجي هنا واتعاون معاكم. هو كمان اداني عده منورات كهديه وقال لي ان عده المنورات دي بتعمل باحجار نادره جدا اسمها احجار الجليد المتفجر، واحجار الجليد دي مصدر كبير للوقود ومش موجوده غير في بارادايس، فانا هساعدكم في مقابل اننا نتعاون وتدوا دولتي هيزرو من احجار الجليد. فهيستوريا قالت لكيومي هي ايه خطه زيك بالظبط؟ فكيومي قالت لها زيك عايز يعمل 3 حاجات. اول حاجه عايزكم تستخدموا قوه المؤسس بمساعده قوه العملاق الوحش في التحكم بالعمالقه اللي الاسوار مكونه منهم، واستخدام عمالقه الاسوار دي في حرب تقضي على كل دول العالم. وتاني حاجه تعاون دولتنا هيزرو معاكم لتقويه جيشكم. وتالت حاجه بقى هي ان زيك عايز يورث العملاق الوحش بتاعه لحد من العيله المالكه، لان زيك قرب يموت، واللي هيورث العملاق الوحش هي هيستوريا، ولازم في ال 13 سنه اللي هتورث فيهم العملاق الوحش تنجب اطفال كتير عشان يورثوا العملاق من بعدها، وهو ده مخطط زيك. فايرن قام متضايق وقال الخطه دي مش هتنفع، ليه نقضي على العالم بعمالقه الاسوار؟ ما ممكن نتفاوض معاهم وما نخليش هيستوريا تتحول لعملاقه وساعتها هيبقى كسبنا كلنا. فكيومي قالت لايرن انها هتحاول تتفاوض مع دول العالم وتخليهم يعملوا سلام مع بارادايس، بس ده ما حصلش لان بعد سنه هانجي وليفاي قالوا لايرن واصحابه كيومي ما عرفتش توصل لحل سلمي مع دول العالم، شكلنا كده هنلجا لخطه زيك. فايرن قعد مع صحابه وهو حزين وقال لهم انا هموت بعد 5 سنين ولازم اورث العملاق المهاجم لحد. فاصحابه قعدوا يتشاوروا على مين هيورث العملاق من ايرن، بس ايرن قال لهم انا مش هديه لحد فيكم الا اني بتمنى انكم تعيشوا عمر طويل وما تموتوش بدري زيي. ورجع ايرن بعد كده للحاضر، واول ما وصلوا بارادايس دفنوا ساشا وراحوا للقبر بتاعه وهم في غايه الحزن، حتى نيكولو جه عندهم وكان حزين جدا على ساشا. وتاني يوم يلينا والجنود اللي معاها سلموا بيكشيس حقن تحويل الدين لعمالقه سرقوها من مارلي، هو شكرهم بيكشيس على تعاونهم معاه. وفي نفس الوقت ده ليفاي ودى زيك لمكان يقعد فيه في غابه الاشجار، وزيك سال على فالكو وجابي، فليفاي قال له انهم محبوسين دلوقتي. واثناء ما كانوا بيتكلموا ارمن كان قاعد لوحده قدام بلوره اني المتصلبه وسال نفسه يا ترى ايه اللي هيحصل بعد ما قتلنا الديين زينا في مارلي. هو قعد ارمن يفكر في هيستوريا وايرن. هيستوريا كانت حامل في الايام دي لانهم بداوا ينفذوا خطه زيك، هو ايرن كان مسجون بعد ما رجعوا من مارلي، وده لانه خد قرار وراح مارلي لوحده وعرض صحابه للخطر. وفي السجن غير ايرن تسريحه شعره وجت هانجي وقالت له ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عرضتنا كلنا للخطر، انت هتفضل محبوس كده عقابا ليك. فايرن قال لها انا اكتسبت قوه عملاق المطرقه واقدر دلوقتي اصلي باي حاجه، يعني بسهوله ممكن اخرج من هنا وانتم مش هتقدروا تقتلوني لاني بملك المؤسس. ومسك ايرن هانجي بين القضبان وقال لها وروني هتعملوا ايه. فمشيت هانجي من قدامه ولاحظت ان ايرن بقى مضطرب وشخصيته اتغيرت جدا الايام دي. هو مش بس هانجي اللي حست ده، لان بالليل صحاب ايرن اجتمعوا وكوني قال لهم ايرن اتغير عن الاول، بقى بيتبع خطه زيك مع انه من سنه ما كانش مقتنع بيها، ده حتى ما زعلش على ساشا ولما عرف انها ماتت ضحك. فميكاسا دفعت عن ايرن وقالت لكوني ايرن ما اتغيرش وبيهتم بينا زي الاول. فجانا قال لها لا ايرن ما بقاش مهتم بينا، قبل كده كان بيحمينا لكن دلوقتي هو اللي اجبرنا نخوض معركه ليبيريو. فارمن قال لهم انا وميكاسا هنتكلم مع ايرن ولو لقيناه فعلا ضدنا ممكن ساعتها نحول اي حد بنثق فيه العملاق ونخليه ياكل ايرن ويورث المؤسس منه. وتاني يوم كان لسه جابي وفالكو محبوسين لحد ما جابي استدرجت جندي داخل الزنزانه وضربته وهربت هي وفالكو، وفضلوا هربانين طول الليل والصبح كانوا قريبين من منزل عيله ساشا، ولقيتهم البنت اللي ساشا انقذتها قبل كده ساعه الهجوم على سور روز واللي اسمها كايا. وكايا خدتهم معاها البيت ابو ساشا عشان ياكلوا، وهناك فالكو كذب عليهم وقال لهم ان هو وجابي اخوات وهربانين من بيتهم. فابو ساشا اللي اسمه ارتور رحب بيهم وخلاهم يقعدوا ياكلوا وقال لهم كمان انهم ممكن يباتوا، بس جابي ما كانتش متقبله اي حد من الديين بارادايس وكانت عايزه تقتلهم كلهم. ولما كان ده بيحصل وصلت كيومي لميناء بارادايس وقابلها زاكل. فكيومي قالت له انا بهنيكوا على اللي عملتوه في مارلي، وكمان انا جايبه لكم معايا هديه مركبه طائره من صنعنا صنعناها من احجار الجليد اللي خدناها منكم. فزاكل قال لها شكرا على المجهود اللي عملتوه وعلى تعاونكم معانا. ومع غروب الشمس داخل الاسوار هانجي عرفت ان في 4 جنود منهم فروك سربوا خبر ان ايرن محبوس للناس، هو ده عشان فايلق الاستكشاف يفرجوا عن ايرن. فهانجي قعدت مع ال4 جنود دول وقررت بعدها انهم يتحبسوا. هو مش بس دول اللي اتحبسوا، ده بيكشيس كمان امر بحبس جزء من جنود مارلي المتطوعين اللي زي يلينا. وصبح تاني يوم كانت لسه جابي وفالكو عند عيله ساشا، هو بداوا يساعدوا كايا ومجموعه من الاطفال في التنظيف وحرس الحقول. وقعدوا بعد كده مع كايا وكايا قالت لهم ان كل اللي هنا اطفال يتامى زيها، ارتور بيعتني بجزء منهم بامر من الملكه هيستوريا لانها بتهتم باليتامى. فجابي غضبت وقالت لها حتى لو بتعملوا حاجات كويسه زي دي ده ما ينفيش انكم شياطين. هو حاول فالكو يسكت جابي لكن ما عرفش، وجابي كملت كلامها. وكايا ردت وقالت لها على فكره انا عارفه انكم جايين من مارلي، تعالوا معايا هوريكم حاجه. وخدتهم كايا للبيت اللي امها ماتت فيه، وقالت لهم انا امي ماتت هنا في عملاق كلها وانا ما عرفتش اعمل لها حاجه لحد ما جت بنت السيد ارتور وانقذتني، ممكن تقولوا لي لو احنا شياطين امي ماتت ليه؟ فجابي قالت لها لا انكم زمان عملتوا جرايم افظع من دي بكتير. فكايا قالت لها بس انا ماليش علاقه باللي عمله اسلافي، انا وامي اتولدنا هنا في الاسوار وما عملناش حاجه لحد. وقعدت كايا تعيط وشويه وخرجت مع جابي وفالكو وقالت لهم انا بكره هروح مطعم مع السيد ارتور وهاخدكم معايا لان المطعم ده بيشتغل فيه واحد مارلي وممكن يساعدكم انكم ترجعوا لوطنكم. ففالكو اعتذر لكايا وشكرها. وتاني يوم في مارلي كان في اجتماع بين ماجوس وجالياردو بيك وراينر وكولت، وده بعد ما اتعالجوا كلهم والاوضاع هديت. هو ماجوس قال لهم احنا حققنا وعرفنا ان زيك خاين، هو زي في موته وهرب مع الالديين، وبعد 6 شهور احنا هنتعاون مع باقي دول العالم وهنهجم على بارادايس. فكولت قال له طب وليه ما نهجمش دلوقتي لوحدنا؟ جابي وفالكو في بارادايس انا شفتهم بيركبوا المنطاد مع الالديين، لازم نروح ننقذهم. فراينر قال انا برضه شايف اننا نهجم دلوقتي هجوم مفاجئ
لان زيك مش هيتوقع ده. وفي بارادايس بدات تحصل مظاهرات من الالديين بيطالبوا فيها بالافراج عن ايرين، فبيكش ساعد مع يلينا وقال لها سلوك ايرين اتغير، وجات لنا معلومات ان الفتره اللي فاتت حصل بينكم جلسات سريه، هل انت اللي اقنعتيه يروح مارلي لوحده؟ فيلينا قالت له لا، انا كان عندي فضول ناحيه ايرين لانه بيملك المؤسس، فكنت بقعد معاه اعرف منه حاجات عن القوه اللي جواه، ما انكرش ان كنت عايزاه يدمر مارلي بقوه المؤسس، بس انا ما حرضتوش على حاجه. وشويه وقعدت هانجي مع اونيانكو بون وسالته عن يلينا، فقال لها ما اعرفش يلينا قعدت مع ايرين ليه، لكن كل اللي اعرفه انها شكاكه ومنضبطه جدا، لما كانت بتحس ان في حد من جنود مارلي اللي معانا وساعدونا خاين كانت بتقتله على طول. فهانجي قالت غريبه مع انها دايما بتدافع عن الجنود اللي معاكوا دول. ولما كان ده بيحصل ارمن وميكاسا راحوا لزاكل وطلبوا منه يخليهم يقابلوا ايرين، فزاكل رفض وقال لهم ايرين ما بقاش يقول لنا اي معلومات، واحنا بقينا شاكين انه الفتره الاخيره تسيطر عليه من زيك، عشان كده مش هينفع تشوفوه دلوقتي ولا هتروحوا له زنزانته. فارمن وميكاسا خرجوا من عنده ودخل بعديهم 3 من مساعدينه، وميكاسا قالت لارمن انا بدات احس ان القاده بيفكروا يستبدلوا ايرين وياكلوه لحد تاني يورث منه قوه المؤسس، بس فجاه وهم بيتكلموا حصل انفجار في مكتب زاكل وبسببه زاكل مات، والوضع بقى فوضوي جدا، فاجتمع القاده عشان يشوفوا ايه اللي حصل، لكن جالهم خبر ان ايرين هرب من زنزانته هو ومجموعه جنود منهم فروك، وفعلا ايرين كان هرب وقابل فروك هو والجنود اللي معاه، وفروك قال له احنا قتلنا زاكل وهنبقى معاك في اي حاجه تعملها، فايرين قال له انا عايز اعرف دلوقتي مكان زيك. وصبح تاني يوم زيك كان قاعد مع ليفاي وبيشرح له حاجات عن قوته، وقال له على فكره السائل النخاعي بتاعي بيشل حركه اي الدي، انا لما جيت بارادايس قبل كده دخلت قريه اسمها راجاكو وشلت حركه كل اللي فيها بغاز في السائل النخاعي بتاعي، وحولت كل اللي فيها العمالقه، لان السائل النخاعي بتاعي لما بيدخل جسد اي الدي بيحوله لعملاق، وده بعد ما انا بصرخ. وفعلا نص كلام زيك كان صح، لان السائل النخاعي بتاعه بيقدر يحول بيه اي الدي لعملاق، لكن ما بيقدرش يشل حركته. وهم قاعدين بيتكلموا جه جندي ليفاي وقال له على كل حاجه بتحصل، وبلغوا كمان ان القاده مجتمعين دلوقتي عشان يشوفوا حل في موضوع ايرين. هو فعلا القاده كانوا مجتمعين، وان القائد الشرطه العسكريه قال في مجموعه من الجنود هربوا مع ايرين وهم اللي فجروا مكتب زاكل، هو اكيد عملوا كده لانهم بيتبعوا ايرين وشايفينه امل الدي، ولما سمعوا اننا ممكن نستبدل ايرين بحد تاني بداوا مخططهم وعملوا انقلاب علينا، ومعظم الجنود دول من فيلق الاستكشاف، ومش بعيد يكون في منهم ناس لسه وسطينا هنا. واثناء ما كان نيل بيتكلم دخل بيكشي وقال احنا لازم نرضخ للي ايرين واللي معاه عملوه، ما قدامناش حل تاني لحد ما نشوف ايرين وزيك بيخططوا ليه. فكله سمع كلام بيكشيس لانه بقى القائد الاعلى بعد زاكل. وكيومي كانت حاضره الاجتماع ده وقالت لميكاسا خلي بالك من نفسك انت من الازومابيتو وتهمينا، لو حصل اي حاجه اهربي وتعالي عندنا واحنا هنحميكي. فميكاسا قالت لها انا الديه في الاول والاخر ومش هينفع اهرب. وخرجت ميكاسا تتكلم مع صحابها، وجت عندهم هانجي وقالت لهم في مارليين من اللي جم عيلينا من 3 سنين بيشتغلوا في اماكن كتير في بارادايس، احنا لازم نوصل لهم ونعرف نواياهم هم كمان. واتحركت هانجي ومعاها ميكاسا واصحابها عشان يروحوا لنيكولو اللي بقى شغال في مطعم دلوقتي، بس كانت بتراقبهم في الوقت ده بيك بعد ما اتسللت لبارادايس. وقبل هانجي واللي معاها ما يوصلوا المطعم وصل ارتور ابو ساشا ومعاه اليتامى اللي بيرعاهم زي كايا ما وعدت جابي وفالكو انها هتجيبهم للمطعم اللي بيشتغل فيه واحد مارلي، والمارلي اللي كانت تقصده ده هو نيكولو، واستقبلهم وعمل لهم اكل. وشويه ووصلت هانجي واللي معاها فاستقبلهم برضه وقعدهم في غرفه ثانيه. ولما جان حب يشرب خمره هناك نيكولو خد منه الزجاجه وقال له ما ينفعش يلدي زيك يشربها، فجان استغرب جدا من تصرف نيكولو. وبعد كده نزل نيكولو للقابو بتاع المطعم، فجابي وفالكو نزلوا وراه وحكوا له كل حاجه عنهم، بس نيكولو اول ما عرف ان جابي هي اللي قتلت ساشا اتعصب وهجم عليها بالزجاجه، ففالكو حماها واتصاب هو وضرب نيكولو جابي بعدها. هو طلع بيها لارتور وقال له البنت دي هي اللي قتلت ساشا بنتك خد اقتلها. فارتور وقف شويه وجي ارمن واصحابه يشوفوا ايه اللي بيحصل، وجابي قالت لارتور بنتك هي اللي قتلت صحابي الاول عشان كده قتلتها. فنيكولو قال لها اسكتي احنا ما يهمناش مين اللي اتقتل الاول، ساشا دي هي الوحيده اللي حسستني بطعم الحياه. فارتور قطع نيكولو وقال له هات السكينه، ولما خدها اداها لمراته تبعدها وقال بنتي ساشا انا اللي علمتها الصيد، ولما انضمت للقوات العسكريه قتلت ناس كتير واتقتلت بعدها، وكل ده بسبب الكراهيه، لازم نوقف الكراهيه دي هنا، انا مش هقتل حد ويا ريت انت كمان يا نيكولو تسيب فالكو. فنيكولو سمع كلامه وسابه، وجابي استغربت من تصرف ارتور، لكن كايا ما رضيتش بده وراحت بالسكينه على جابي عشان تقتلها، وده بعد ما عرفت ان هي اللي قتلت ساشا. فميكاسا وقفتها وهي وارمن خدوا جابي لغرفه ثانيه، ونيكولو قال لهانجي في حاجه خطيره، فالكو ده دخل في فمه شويه من زجاجه الخمره اللي كانت معايا، الزجاجه دي كان فيها السائل النخاعي بتاع زيك، وعشان كده ما خلتش جان يشرب منها. فهانجي اتخضت وقالت السائل النخاعي بتاع زيك ده كل اللي نعرفه عنه انه بيشل الحركه، ما نعرفش بيعمل ايه تاني، والاهم من كده هو ليه موجود في الخمره اصلا. فنيكولو قال لها احنا جينا بزجاجات الخمره دي من 3 سنين ساعه ما كنا هنهجم عليكم، وكنا عارفين ان فيها السائل النخاعي بتاع زيك وكنا ناويين نشربه لكم، بس لما مسكتونا وساعدناكم لغينا خطتنا دي، لحد ما جت لي لينا من فتره قصيره وقالت لي اشرب قاده الجيش من الخمره دي وانا عملت كده. هو بعد هانجي ما سمعت كلام نيكولو وقفت تفكر، ودخل عليهم في الوقت ده فروك باسلحه هو والجنود المنشقين معاه، وفروك قال لهانجي عايز اعرف مكان زيك. فهانجي قالت له مش وقت عداء بينا دلوقتي، السائل النخاعي بتاع زيك انتشر في الجيش واحنا مش عارفين ده هيودينا لفين. ففروك ضحك وقال لها ما انا عارف، وطلع ان فروك يعرف كل حاجه. هو زي ما فروك والجنود المنشقين معاه جم المطعم ايرين هو كمان جه، ودخل للغرفه اللي فيها ارمن وميكاسا وجابي وقال لارمن وميكاسا عايز اتكلم معاكم. وفعلا بداوا يتكلموا، وارمن ساله هو زيك ويلينا بيتحكموا فيك وخلوك تهجم على مارلي لوحدك؟ فايرين قال له لا انا عملت كده بارادتي، انا لما كنت في مارلي اتعلمت من زيك حاجات كتير، وعلى فكره انتوا اللي بيتم التحكم فيكوا، يعني انت مثلا يا ارمن بعد ما اكلت بيرتهولد بقت بتروح لاني كتير، وده لان بيرتهولد كان بيحب اني وارادته دلوقتي بقت متحكمه فيك وما بتتصرفش بكامل ارادتك، وانت كمان يا ميكاسا برضه ما بتتصرفيش بكامل ارادتك، لان اللي انت ما تعرفيهوش ان عيلتك عيله اكرمان كانوا بيحرسوا ملك إلديا، وده لان الملك خلاهم عيله حارسه فبقوا عاملين زي الخدم ما بيقدروش يعيشوا غير لما قواهم تستيقظ ويحرسوا حد. انت بقى لما قوتك استيقظت كنت انا اللي قدامك وبدون
وعن ارادتك قررت تحرسيني وتصرفتي كحارس ليا طول الوقت. انا بكرهك وبكره كل تصرفاتك. فميكاسا عيطت وارمن اتضايق وقام يضرب ايرين، بس ميكاسا وقفته. فايرين قال لها شفت ان كلامي صح وانك لسه بتحرسيني، لكن ارمن ما سكتش وضرب ايرين فعلا. فايرين قعد يضرب فيه وقال له انا وانت عمرنا ما اتقاتلنا لان قتالنا مش هيبقى عادل، انا اقوى منك بكتير. هو شويه وتوقف ايرين وقال لجنود من التابعين ليه هاتوهم معانا لشيجانشينا، فنفذوا اوامره وخدوهم. وفروك هو كمان اثر هانجي وخدها معاه. وفي نفس الوقت ده كان لسه ليفاي بيراقب زيك، واتنين من الجنود اللي بيراقبوا زيك معاه قالوا له ان بيكشس بيفكر في التخلص من ايرين. فليفاي قال في دماغه مش بعد كل اللي عملناه عشان ايرين نتخلص منه بالسهوله دي. وقال للاثنين الجنود دول روحوا قولوا لبيكشس يغير فكره في التخلص من ايرين، احنا لازم نتخلص من زيك الاول وناكله لاي حد، زيك هو راس الافعى. وبعد ليفاي ما قال للجنود كده وقف لوحده يفكر. هو قال في دماغه ما حدش هيقدر ياخد زيك حتى لو ايرين جه هو والجنود اللي معاه، الجنود اللي هنا هيوقفوهم قبل ما يفكروا يعملوا حاجه. بس فجاه ليفاي لقى زيك بيجري وصرخ مره واحده، فكل الجنود اللي مع ليفاي اتحولوا لعمالقه، وده لانهم قبل كده شربوا الخمره اللي فيها السائل النخاعي بتاع زيك. وبدا ليفاي يهرب منهم وما كانش عايز يقتلهم في الاول، لكن بعد كده اضطر انه يهجم عليهم ويقتلهم. وبعد ما قضى عليهم كلهم راح ورا زيك، فزيك لما لقى جاي وراه اتضايق وما كانش مصدق انه قتل كل الجنود اللي اتحولوا دول. وهجم ليفاي وقتل عملاق مع زيك، فزيك ما استناش وتحول للعملاق الوحش بسرعه، وقعد يحدف اشلاء عملاق على ليفاي لحد ما ليفاي نزل عليه من فوق برماح الرعد وفجرها فيه. وخرجه بعد كده من العملاق وخده معاه. واثناء ده ما كان بيحصل بدا كل القاده اللي شربوا من الخمره يحسوا بكهرباء وتخدير في جسدهم، وده بسبب الصرخه اللي صرخها زيك. ومش بس هم، ده فالكو كان مع هانجي وفروك وحس نفس الاحساس اللي القاده حسوه. هو شويه وفروك خد هانجي وراح بيها لشيجانشينا، ولقى هناك كيس بيجهز واحده من الجنود المتدربه عشان لو حصل هجوم على شيجانشينا يتدخلوا. فدخل فروك عليهم ثبت كيس وقال للجنود انتوا لازم تنضموا لنا وتسيبكم من الاسلوب القديم بتاع كيس واللي زيه، ايرين هو اللي هيبقى القائد الجديد وهينقذ إلديا. فبعد الجنود ما سمعوا كلام فروك انضمت مجموعه منهم ليه، وفروك قال لهم اثبتوا ولاءكم واضربوا كيس. فالجنود نفذوا اوامره وضربوه، وهانجي ما كانتش مصدقه اللي بيحصل. وفروك قال لها يلا بقى قولي لي فين مكان زيك. ومع غروب الشمس فاق زيك لقى ليفاي رابط رمح الرعد في جسده عشان ما يعرفش يتحرك ولا يتحول، وبدا ليفاي يقطع في رجله. فزيك قعد يفتكر ماضيه. زيك وهو صغير كان عايش مع ابوه جريشا وامه داينا، وفي الايام دي ابوه وامه كانوا اعضاء في الاصلاحيون حركه المقاومه الإلدية، وبسبب انهم إلديين المارليين كانوا بيعاملوهم معامله سيئه. فجريشا وداينا خلوا زيك ينضم للمحاربين مارلي اللي بيورثوا العمالقه، وده عشان يبقى في صفهم عملاق يقدروا يجيبوا بيه المؤسس من بارادايس. بس زيك ما كانش قوي في التدريبات، وفي يوم روح سمع واحد من الاصلاحيون بيكلم جريشا وبيقول له زيك مش قوي وهيفشل، لازم نغير خطتنا بسرعه. فجريشا قال له لا زيك هينجح، لكن زيك فعلا ما كانش همه مخطط ابوه ولا كان عايز يبقى عملاق. وفي مره وهو مروح من التدريبات قابل الشخص اللي بيملك قوه العملاق الوحش، وبدا يحدفوا لبعض كوره، واتعرف زيك عليه وعرف انه باحث واسمه جزافر، واتوطدت علاقتهم مع الايام. وجزافر قال لزيك انا مش مهتم بالقتال لاني مش عايز اقتل حد، انا خدت قوه العملاق الوحش لاني باحث وعايز اعرف اسرار عن العمالقه، وعارف ان انت كمان زيي مش مهتم بالقتال. وفعلا كلام جزافر كان صح، الا ان زيك كان مهتم انه يعيش حياته في سلام هو وابوه وامه. ولما سمع في مره جنود وقاده مارليين بيتكلموا عن الاصلاحيون الا ابوه وامه منهم، روح قال لجريشا وداينا يا ريت من النهارده ما تعملوش اي حاجه تخاطر بحياتنا، انا مش عايز اموت زي عمتي فيما مات. فجريشا اتضايق وقال له انت لسه ما اتعلمتش ان كده كده المارليين هيموتونا، لازم نناضل عشان ما نموتش. فتاني يوم زيك راح حكى لجزافر كل حاجه عن ابوه وامه، هو جزافر اقنعه انه لازم يسلم ابوه وامه للمارليين لان المارليين كده كده هيعرفوا انهم من المقاومه، وساعتها زيك هيتاذي معاهم. فزيك سمع كلام جزافر وسلم ابوه وامه. وعدت الايام وكبر زيك وكان لسه بيلعب مع جزافر بالكوره. هو جزافر في يوم قال له صحيح انا عملت بحث على قوه العملاق المؤسس واكتشفت ان من قدراته كمان انه بيقدر يعدل جسد اي إلدي. فزيك قال له طب هل المؤسس يقدر يخلي الإلديين ما ينجبوش اطفال؟ اصل لو الإلديين ما انجبوش سلالتهم هتخلص ومش هيكون في عمالقه في العالم ولا هتكون في معاناه تاني. فجزافر قال له انت فكرتني بمعاناتي، انا لما كنت شاب اخفيت عن الناس كلها ان إلدي، واتجوزت واحده مارليه وخلفنا ولد، بس مراتي لما عرفت ان إلدي قتلت نفسها وقتلت ابننا، ولما قابلتك شفت فيك ابني اللي مات. فزيك قال له انا هورث منك العملاق الوحش مش عشان اساعد مارلي، بس عشان استخدم قوه المؤسس وامنع الإلديين انهم ينجبوا اطفال تاني. فجزافر وافق، وفعلا زيك قال وورث العملاق الوحش منه. هو بعد كده لما راح بارادايس عرف ان اللي بيحمل قوه المؤسس هو ايرين، وعرف كمان ان ايرين يبقى اخوه. فقال في دماغه انا وايرين ضحايا ولازم انقذه. وبعد سنه من مغادره زيك لبارادايس بعت يلينا، وقعدت يلينا في بارادايس 3 سنين، وزيك ساعتها خلاها تقنع ايرين انه يروح مارلي ويقابله. هو فعلا ايرين راح له وبدا زيك يشرح له انه عايز يستخدم قوه المؤسس ويخلي الإلديين ما ينجبوش اطفال تاني عشان ما يعانوش نفس اللي هم عانوه سواء بتحولهم لعمالقه او اضطهادهم من باقي العالم. ولما يعملوا كده بعد كام سنه الإلديين سلالتهم هتخلص ومش هيبقى ليهم وجود. والخطه دي كان اسمها القتل الرحيم، وايرين اقتنع بيها ووافق. وقبل ما يمشي زيك اداله الكره اللي كان بيلعب بيها مع جزافر، وتعاونوا مع بعض وبداوا في تنفيذ خطتهم. ورجع زيك بعد كده للحاضر وقرر انه يضحي، واتحرك وفجر رمح الرعد اللي ليفاي حطه فيه، فليفاي طار من الانفجار وزيك وقع وهو بيحتضر. واغمى على زيك، فجأة واحد من العمالقه اللي زيك حولهم من شويه وحط زيك في بطنه. وفي الوقت ده في شيجانشينا يلينا والجنود المنشقين قبضوا على بيكشس والقاده وسيطروا على كل حاجه، وده بعد ما هددوا القاده بتحويلهم لعمالقه بسبب السائل النخاعي بتاع زيك اللي جواهم. ومش بس كده، دول سجنوا نيكولو وميكاسا واصحابها، وكمان سجنوا عيله ساشا. وشويه وجات عندهم يلينا واونيانكو بون وواحد من التابعين ليلينا اسمه جريز. وجان قال ليلينا اكيد انت مبسوطه دلوقتي، سيطرتوا على كل حاجه وهتستخدموا قوه المؤسس عشان تقضوا على مارلي. بس قبل يلينا ما ترد جريز قال لنيكولو مش كان زمانك معانا دلوقتي بدل ما انت محبوس مع الشياطين دول؟ ففجاه يلينا قتلت جريز وقالت لجان انا قتلته لاني مش هسمح لحد انه يقول
عليكم شياطين تاني. وعلى فكره خطتنا مش القضاء على مارلي، احنا عايزين نقضي على الكراهيه وننقذ مارلي وإلدي. انا هشرح لكم خطه القتل الرحيم. وبدات يلينا تشرح لهم وقالت لهم ان زيك وايرين هيمنعوا ولاده اطفال إلديين تانيين عشان ما يعانوش نفس اللي هم عانوه. فجان قال لها بس كده عدد الإلديين هيقل ومش هيفضل بعد كام سنه غير كبار السن اللي مش هيقدروا يحموا بارادايس اصلا. فيلينا قالت له كل ده معمول حسابه، الإلديين اللي هيفضلوا بعد كام سنه هيفضلوا يحموا نفسهم بالعمالقه اللي الاسوار مكونه منهم، وده بعد ما يستخدموا قوه المؤسس. احنا هنحافظ على العيله المالكه اللي بتتكون من هيستوريا وطفلها القادم، وكمان هنحافظ على المؤسس اللي هيتورث بين الإلديين الباقيين لحد ما السنين تعدي وطفل هيستوريا ده يموت هو والباقي من الإلديين، وهتبقى دي افضل نهايه سلميه للإلديين كلهم. فارمن لما سمع الخطه دي عيط وقال ليلينا ما كنتش اعرف ان نواياكم نبيله كده. وبعد يلينا ما شرحت الخطه في الوقت ده دخل ايرين على جابي اللي كانت موجوده في زنزانه لوحدها وقال لها انا عايزك تنفذي حاجه هطلبها منك. لكن قبل ايرين ما يقول لها دخلت بيك ثبتته بسلاح بعد ما اتسللت بلبس جنديه وقالت له اقف بدل ما اقتلك. فايرين قال لها انا عارف انك مش هتقتليني، الاوامر اللي عندك هي استعاده المؤسس مش قتله. فبيك بعدت ونزلت المسدس وقالت له انا فعلا مش هقتلك، وده لاني عايز انتقم من مارلي. انا هساعدك وفي المقابل عايزك تدمر مارلي وتخرج الإلديين من معتقلهم في ليبيريو. هو جابي لما سمعت الكلام ده قالت لبيك معقوله انت كمان خاينه زي زيك؟ فبيك راحت قالت لها احنا إلديين مش مارليين، وفي يوم مارلي هتتخلص مننا كلنا فلازم احنا نتخلص منهم الاول. فايرين قاطع بيك وقال لها اثبتي لي ولائك. وبيك قالت له طلعني السطوح وهقول لك على اماكن زملائي اللي جم معايا من مارلي وهخليك تمسكهم. وفعلا ايرين خدها هي وجابي ومعاهم مجموعه من الجنود التابعين ليه. ولما طلعوا السطوح جت يلينا واونيانكو بون وبيك خدت جابي للسور بتاع السطوح. هو واقف ايرين مستني انها تشاور له على اماكن زملائها، بس فجاه طلع جاليارد من تحت ايرين بعملاق الفك وكان هياكله. فايرين بعت بسرعه واكتشف ان بيك كانت بتكذب عليه عشان تستدرجه للسطوح. وتحول ايرين ساعتها لعملاق، ولما بص فوقه لقى مارلي بعت مناطيد فيها ماجوس وراينر وجنود كتير جايين يهجموا على بارادايس. وفي نفس الوقت ده وصلت هانجي وفروك عند زيك وليفاي، وهانجي مسكت ليفاي وقالت لفروك ليفاي مصاب اصابات خطيره اكيد مات. بس وهما بيتكلموا لقوا زيك بيخرج من العملاق اللي كان جواه وهو سليم، فكلهم اتفاجئوا وهانجي بسرعه هربت بليفاي. وفروك راح لزيك وزيك قال له انا حصل لي حاجه غريبه وانا جوه العملاق، في واحده رجعت لي جسدي سليم، هو اعتقد اللي عمل كده هي قوه العملاق المؤسس. وبعد كده مشي زيك مع فروك والجنود التابعين ليه. وايرين في الوقت ده بعد ما تحول للعملاق المهاجم وقف مستني راينر. فجاليارد عور بيك عشان تتحول لعملاق العربه، وفعلا اتحولت وخدت جابي وودتها لكولت وماجوس. وكولت سال جابي على فالكو، فجابي قالت له فالكو لسه محبوس لكن ما تقلقش اكيد هيتحرر. وبدا ايرين في الوقت ده يهجم على جاليارد وجاليارد بعت. فيلينا قالت ايرين اخرج من عملاقك واستخبى احنا مش عايزين نخسرك. بس ايرين ما سمعش كلامها ونزل شاف راينر بيتحول للعملاق المدرع فجري عليه ورجعه لورا بهجوم قوي. وماجوس قال هو ليه ايرين ما استخدمش قوه المؤسس لحد دلوقتي؟ فجابي قالت له انا سمعت زيك بيقول انهم نجحوا لانهم بقى معاهم قوه المؤسس وعملاق من دم ملكي، اعتقد ان ايرين محتاج زيك عشان يستخدم قوه المؤسس. فبيكا قالت يبقى كده لازم نبعد ايرين عن زيك. واثناء ما هم كانوا بيتكلموا استمر قتال ايرين وراينر، وحاول راينر يضربه لكن ايرين صد ضرباته بتصله بايده ومسك راينر واصابه في وشه. ولان راينر ما كانش هيقدر على ايرين لوحده فجه جاليارد من ورا ايرين ووقف راينر قدامه، بس ايرين استخدم قوه عملاق مطرقه الحرب وصل باشواك اصاب بيها راينر وجاليارد. ووصل في الوقت ده مجموعه من الجنود التابعين لايرين عشان يساعدوه. واول ما بداوا الاشتباك جنود مارلي اصابوا ايرين بمدفعيه مضاده للعمالقه كانوا حاطينها فوق عملاق العربه بتاع بيك. وبعدها بدا جنود مارلي يضربوا رصاص كتير ويقتلوا جنود ايرين، واتصاب ايرين بضربه مدفعيه كمان وما بقاش قادر يتحرك. فراينر استغل الفرصه وخرج من الاشواك المتصلبه اللي ايرين عملها وراح ضربه بيها وقال له كفايه كده يا ايرين كلنا عنينا بسببك. ولما ده حصل اونيانكو بون شافه واضطر انه ينزل بسرعه وفتح لبيكاسا واللي معاها عشان يساعدوهم. بس كوني اول ما خرج مسك اونيانكو بون وقال له انت فاكرنا هنساعدك انت وايرين فعلا بعد اللي عملتوه فينا، ولا فاكر اننا مقتنعين بخطه القتل الرحيم بتاعتكم واحنا مش هنساعدكم؟ فاونيانكو بون قال لهم اقسم لكم اني ما اعرفش اي حاجه عن خطه القتل الرحيم ولا بدعمها، يلينا هي الوحيده اللي تعرف. انا وباقي الجنود اللي جينا مع يلينا كان هدفنا نساعد بارادايس ونقضي على مارلي، بس ارجوكم ساعدوني في الحفاظ على بارادايس وحمايه قوه المؤسس وساعتها هنقدر نوقف خطه القتل الرحيم. فجان لما سمعه قال له احنا مصدقينك بس انا ما بقتش عايز اساعد ايرين. فارمن قاطع جان وقال انا متاكد ان ايرين مش عايز يأذينا وكذب عليا انا وميكاسا في كل اللي هو قاله لنا، هو بيعمل كده وبينفذ اوامر زيك ويلينا عشان يتحكم في قوه المؤسس بمساعده زيك مش اكتر. احنا لازم نساعد ايرين، انا عمري ما هصدق ان ايرين خنا. وبعد كلام ارمن ده اصحابه حسوا فعلا انهم لازم يساعدوا ايرين وانطلقوا فتحوا كل الزنازين وخرجوا بيكشس وباقي القاده وجهزوا كلهم. وبره ايرين كان بيتصدى لجالياردو لما راينر وقعه وحاول ياكله، ايرين صل بايده وبعده وفضل صامت لحد ما وصل زيك في الوقت ده بعد ما تحول للعملاق الوحش وقال في دماغه كويس يا ايرين انك صمت كل ده، سيب الباقي على اخوك. وبدا زيك يكسر صخور ويحدفها على المناطيد وعلى جيش مارلي في كل مكان، وبسبب قوته في الرمايه ما حدش قدر يقف قصاده. هو جه معاه كمان فروكو ومجموعته. واول ما ارمن واصحابه طلعوا يشوفوا اللي بيحصل لقوا يلينا بتحتفل بعد ما زيك وقع المناطيد بتاعت مارلي، ولو كمان ايرين متجه لزيك عشان لما يلمسه يقدر يتحكم في قوه المؤسس. وارمن ساعتها قال لاصحابه انا متاكد ان ايرين لو اتحكم في قوه المؤسس هينقذ العالم، يلا نروح نساعده. وبالفعل دخلوا هم الاربعه للمعركه وهجموا. ووسط القتالات دي كلها كولت وجابي كانوا مستخبيين، وشافوا فالكو مع قاده جيش الالديين وفكر كولت يهجم عشان يستعيد فالكو، بس لقى نيل جايب له فالكو وبيقول له خده وابعد عن هنا. فكولت وجابي سمعوا كلامه وخدوا فالكو وكملوا اختباء. وجابي عيطت وقالت كل الناس اللي في بارادايس ساعدوني، الناس هنا مش شياطين زي ما اتقال لنا، احنا غلطنا غلط كبير باللي احنا عملناه ده. ففالكو قال لها على فكره انا شربت سائل زيك النخاعي وزيك بره دلوقتي ولو صرخ انا هتحول لعملاق، فقبل ما اتحول كنت عايز اقول لك اني بحبك واتبعتك في كل مكان عشان احميكي. فجاه اتفاجئت من كلامه وقالت له يلا نخرج ونروح لزيك
ونقول له انك شربت سائله النخاعي يمكن ده يخليه ما يصرخش. هو فعلا خرج وهو جري وسط القتالات. هو كان لسه زيك بيحدف الصخور وبص جنبه لقى عملاق العربه بيتبخر وافتكر ان اتباعه قتلوا بيك، لكن اللي ما كانش يعرفه ان دي خطه بيك هي اللي عاملاها عشان توهم زيك بكده. وفجاه ماجوس استخدم المدفعيه اللي فوق عملاق العربه واصاب زيك ووقعه. هو بص ايرين وقلق جدا من اللي حصل لزيك بس فضل مكمل الطريق لعنده. هو لما جاليارد حاول يوقف ايرين قعد يضرب فيه لحد ما ماجوس وجنود المدفعيه اصابوا ايرين ووقعوه هو كمان وهجم راينر عليه. وفي الوقت ده القتالات كانت في كل مكان، حتى قاده جيش الالديين كانوا بيقاتلوا. هو شويه وفاق زيك وقال انا لازم اصرخ دلوقتي واحول كل اللي شربوا سائل النخاع العمالقه واستخدمهم، لكن قبل ما يصرخ ايرين قال له استنى وجي عند زيك كولت وفالكو. وكولت قال له فالكو شرب سائلك النخاعي ولو صرخت هيتحول لعملاق، ارجوك استنى لحد ما نبعد فالكو من هنا. فزيك اتاثر بكلام كولت وقال له انا مدرك احساسك كويس بس مش هينفع. وصرخ زيك وحول كل اللي شربوا من الخمره لعمالقه، وكان منهم قاده الالديين وفالكو اللي بسبب تحوله كولت مات. وهو واقف جابي مش مصدق اللي بيحصل، وبدا زيك يتحكم في كل اللي حولهم وخلاهم ياكلوا جنود جيش مارلي وخلى فالكو يهجم على راينر. فراينر حاول يسيطر على فالكو وايرين لكن ما عرفش. هو في الوقت ده المدفعيه ضربت زيك ضربه كمان وكانوا هيصيبوا ايرين بعده، لكن جه ارمن اطلق عليهم رمح الرعد ونزلت ميكاسا قتلت اتنين منهم، وده خلى راينر مش مركز وجه فالكو من وراه وكان هياكله. وراينر قال خلاص دي النهايه، شكلي كده هستسلم واتاكل من فالكو واخليه يورث مني العملاق المدرع. بس وهو بيفكر جاليارد خرج من عملاق الفك وهو مصاب وضحى بنفسه وخلى فالكو ياكله هو، واللي حصل ده ضايق راينر جدا وخلاه يضرب ايرين. فايرين صلب عملاقه المهاجم وخرج منه بجسده عشان يروح لزيك اللي كان خرج من عملاقه الوحش هو كمان. ولما راينر كان عايز يوقفه جه جان وكوني اصابوه برمح الرعد. هو قطعت جابي راس ايرين ونزلت راسه عند زيك وزيك مسكها. هو فجاه ايرين لقى نفسه في مكان غريب وشاف زيك مقيد هناك. وزيك قال له ما تخافش انت هنا في المحور اللي بيوصل بين كل العمالقه واللي اسمه المسارات. الوقت هنا ما بيعديش زي ما بيعدي في الحياه الطبيعيه، عشان كده انا استنيتك هنا كتير لان لمست راسك قبل ما تموت تماما. هو كده خلاص هنتمكن دلوقتي من استخدام قوه المؤسس. اللي قدامك دي هي يومير فريد زي المؤسسه لكل الالديين، واستخدامنا لقوه المؤسس هيبقى من خلالها. هي عالجت جسدي قبل كده في اخر مره كنت مع ليفاي. فايرين قال له هو انت مقيد كده ليه؟ فزيك قال له انا مقيد باراده الملك الاول واللي اسمها عهد نبذ الحرب. يلا انت دلوقتي اطلب من يومير انها تمنع الالديين من الانجاب عشان ننفذ خطه القتل الرحيم. فايرين سكت شويه وقال له انا مستحيل انفذ خطه زي دي، انا طوعتك بس عشان استخدم قوه المؤسس مش اكتر. فزيك اتخض وراح ايرين ليومير عشان يستخدم هو قوه المؤسس، لكن يومير تجاهلته وراحت لزيك. وزيك فك قيوده وقام قال لايرين اللي انت ما تعرفوش ان يومير بتخدم اي حد صاحب دم ملكي، عشان كده هي هتسمع كلامي. انا بقالي فتره هنا في المسارات وده خلاني اقدر اتخلص من عهد نبذ الحرب وما بقتش مقيد بيه زي ما كدبت عليك وقلت لك، وهقدر استخدم قوه المؤسس بارادتي مش باراده اي حد. انا استعنت بيك من اجل الوصول لقوه المؤسس وعرفت دلوقتي نواياك الحقيقيه، فهستخدم انا قوه المؤسس بطريقتي. وبدل زيك بقى ايرين هو اللي مقيد، وراح زيك مسك ايرين ولمس راسه. هو دخلوا لذكريات جريشه وجوه الذكريات زيك قال لايرين انا جبتك هنا عشان تشوف ذكريات ابونا وتعرف انه ما كانش همه حد حتى احنا، وكل اللي كان همه هو انتصار إلديا حتى لو ضحى بينا. هو بدا زيك يوري ايرين حياه جريشه اول ما ايرين اتولد وقال له جريشه ابونا نسيني. هو بقى بيسعى للوصول للمؤسس باي شكل وعرضك انت وامك للخطر، بس وهم بيشوفوا الذكريات لقوا جريشه متردد في الاستيلاء على المؤسس عشان ما يعرضش ايرين للخطر، وده بسبب حبه لايرين. فزيك قال لايرين انا غلطان، ابونا نسيني لكن شكله كان بيحبك قوي. بس برضه زيك كان غلطان لانه هم في الذكريات زيك سمع جريشه بيقول انا اسف يا زيك اني استخدمتك في خطتي وسبتك ومشيت. هو عارف زيك ساعتها ان جريشه ما كانش ناسيه ولا حاجه. هو خد ايرين وكملوا انتقال في ذكريات جريشه. وزيك قال لايرين انا كنت فاكر ان ابونا غسل دماغك عشان كده خنتني، لكن هو ما عملش كده، انت خنتني ليه بقى؟ فايرين قال له لاني بعمل كل حاجه بارادتي، انا مش الاخ الصغير الضعيف، بس انت بقى لسه ما خرجتش من عقده ان ابونا سابك في صوره. فزيك قال له انا كده كده هيبقى معايا قوه المؤسس لان زي ما قلت لك يومير هتسمع كلامي، هو ساعتها هنقذ العالم كله، لكن الاول عايز انقذك من فكرك ده. وكملوا هما الاثنين في ذكريات جريشه لحد ما وصلوا ليوم سقوط سور ماريا. وقتها جريشه قال لايرين انه هيوريه القابو لما يرجع من سفره، بس الغريب انه كان بيبص لايرين الكبير بتاع المستقبل مش ايرين الصغير اللي المفروض يكلمه. ومشي جريشه في اليوم ده وراح لعائله رودريس عشان ياخد من فريده بنته العملاق المؤسس، لكن فريده ما رضيتش تديهوله وكانت شايفه ان المؤسس لازم يفضل مع العيله المالكه، وده عشان الوضع يفضل على ما هو عليه والالديين يتعذبوا ويضحوا بسبب اللي هم عملوه زمان. فجريشه قال لها في حاجه انت ما تعرفيهاش، انا بمتلك العملاق المهاجم. هو اي حد بيمتلك العملاق المهاجم بيقدر يشوف مستقبل كل اللي ورثه العملاق المهاجم بعده. بمعنى تاني انا شفت المستقبل، والمستقبل اللي انا شفته هو اللي جابني هنا النهارده عشان اخد المؤسس. وحاول جريشه بعد كده يتحول لعملاق ويروح ياخد من فريده المؤسس، لكن ما قدرش وقال انا مش هقدر اعمل كده، مش هقدر اقتل اطفال. لحد ما ايرين جه من جنبه وقال له قوم خد المؤسس واقتل العيله دي كلها، انت نسيت اللي حصل لك ولا ايه؟ لازم تنتقم لكل اللي ماتوا. فجريشه سمع كلامه وقام وفعلا قتلهم وخد قوه المؤسس من فريده. ووقف زيك مش فاهم ايرين بيعمل كده ليه، وكان خايف من التلاعب اللي ايرين بيعمله في ذكريات جريشه. هو لما جريشه خرج من الكنيسه قال انا قتلتهم كلهم زي ايرين ما كان عايز. وجريشه في الوقت ده شاف قدامه زيك فقال له انا عملت كل اللي هو عايزه، بس المرحله الجايه
جايه من خطه ايرين هتبقى فظيعه، ارجوك حاول توقفه. هو راح جريشه حضن زيك وقال له انا اسف اني ما قعدتش معاك فتره طويله في صوره. هو بالرغم ان زيك كان مهتم باللحظه دي مع ابوه لكن برضه كان بيفكر في اللي ايرين بيعمله. هو رجع هو وايرين تاني للمسارات وكان لسه ايرين مقيد. هو زيك قال له انا فهمت اللي حصل، ابونا قال انه بالعملاق المهاجم يقدر يشوف المستقبل بتاع وريثه. فجريشه ابونا شاف ذكرياتك المستقبليه بس انت عرضت له الذكريات اللي تخدم مصلحتك وخطتك، وما عرضتلوش كل مستقبلك، ومن خلال اللي شافه راح ياخد المؤسس عشان يديهولك في الماضي. فايرين قال له صح وبشكرك لان كل ده ما كانش هيحصل لو انت ما خدتنيش لذكريات ابونا، لان كان لازم اقنعه بقتل عائله رودريس واخد قوه المؤسس من فريده. على فكره انا شفت اجزاء من مستقبلي لما مسكت ايد هيستوريا في حفل تكريم من 4 سنين، وده اللي وجهني لكل اللي انا عملته. فزيك قال له بس مش هتلحق تكمل، وامر زيك يومير انها تخلي الالديين ما ينجبوش. هو حاول ايرين يفك قيوده عشان يلحقها ويوقفها وقطع ايده وفك نفسه، ولما ايده اتجددت راح ورا يومير. بس الاول خلينا نعرف قصه حياه يومير. يومير فريدز ما كانتش سبب في وجود الالديين كانوا موجودين من قبل يومير اصلا. هو كمان يومير ما عملتش صفقه مع الشيطان عشان تكتسب قوه العمالقه زي ما الاساطير بتقول، كل دي اكاذيب اعداء يومير اختلقوها. هو الحقيقه ان يومير كانت خادمه عايشه مع القبيله بتاعتها حياه هاديه لحد ما جه الالديين هجموا عليهم وقتلوا كتير منهم وقطعوا لسان مجموعه من اللي نجوا، ويومير كانت واحده من اللي اتقطع لسانهم. وفي يوم من الايام في خنزير هرب من الخدم وقرر زعيم الالديين وقتها اللي اسمه فريدز معاقبه يومير لان الكل قال ان هي المسؤوله، وبالفعل يومير اتعاقبت واتصابت اصابات خطيره. ولما هربت دخلت في كهف غريب وقعت بعده في بركه، ولقت في البركه مخلوق طويل اندمج معاها وحولها لعملاق. ورجعت يومير بعدها تخدم فريدز بعملاقها واستخدمت عملاقها في الزراعه وجمع الثروات للالديين، وكمان ساعدتهم في هزيمه جيوش كتير زي جيش مارلي، واعتبروها الالديين مؤسسه دوله الديا. وفريدز كافئها واتجوزها وخلفوا 3 بنات اسمائهم ماريا وروز وشينا، وبقى بيطلق على يومير فريدز. بس في يوم من الايام واحد من الجنود كان عايز يختل فريدز ورمى عليه رمح، فيومير ضحت بنفسها وخدت الرمح مكان فريدز وماتت. وبعدها فريدز امر بناته ماريا وروز وشينا انهم ياكلوا امهم عشان يورثوا منها قوتها، وامرهم كمان ينجبوا اولاد كتير وقبل ما يموتوا يخلوا اولادهم ياكلوهم عشان يفضلوا يتوارثوا قوه يومير بتاعه العمالقه للابد. وفعلا ده اللي حصل، وقوه يومير دي ورثوها لسلالتهم اللي انقسمت بعد كده ل9 عمالقه. ورجوعا للحاضر يومير كانت خلاص هتنفذ طلب زيك، فجري ايرين وراها وقال لها انت مش خادمه للعيله المالكه ولا لاي حد، وليك الخيار في اي حاجه بتعمليها، اديني قوه المؤسس، انا عارف انك استنيتي حد زي كتير هنا عشان تديله القوه دي، ارجوك اديها لي. فزيك في الوقت ده حس ان يومير اقتنعت بكلام ايرين وراح يوقفها بس ما لحقش، وادت يومير لايرين قوه المؤسس، وخرج ايرين بعد كده من المسارات ورجع للعالم الحقيقي وبدا يدمر الاسوار ويخرج العمالقه اللي جواها، وكل الموجودين اتفاجئوا. وبقوه المؤسس ايرين كلم الالديين في عقلهم وقال لهم انا هقتل اي حد خارج بارادايس وهدمر العالم كله خارجها بالعمالقه اللي معايا دول، وده لان كل دول العالم عايزين يخلصوا مننا، عشان كده انا مش هخلي اي حاجه من العالم موجوده غير جزيره بارادايس والالديين اللي فيها. وكل الالديين في الوقت ده كانوا بيسمعوا ايرين وهم في المسارات. وبعد ايرين ما خلص خرجوا وعرفوا كلهم خطه ايرين، وجابي خدت راينر وحطته في مكان يرتاح فيه وقالت انا مش هستسلم ومش هسيب فالكو. وخرجت جابي تدور على فالكو اللي كان مع صحاب ايرين، خدوه لان فالكو بقى مهم بعد ما ورث عملاق الفك من جاليار. وجان قال دي كانت خطه ايرين من البدايه، كان عايز يحمينا بس هو هيعمل مجزره المستفيد الوحيد منها هيكون احنا، تفتكروا اللي بيعمله ده صح؟ فكوني قال له مش مهم صح ولا غلط، اهم حاجه دلوقتي اني هاخد فالكو وارجع قريتي وهخلي امي تاكله وتورث منه عملاق الفك وترجع بشريه تاني. وفعلا كوني خد فالكو من غير صحابه ما يوافقوا على قراره ده، ولما حبوا يوقفوه بصوا لقوا العمالقه اللي زيك محولهم بياكلوا كل الجنود، وده لان زيك مش موجود عشان يتحكم فيهم والفوضى عمت. فجان وارمن وميكاسا نزلوا يساعدوا، واسره ساشا في الوقت ده كانوا بيهربوا من عملاق، وكايا وهي بتهرب وقعت منهم وجه العملاق من وراها وكان هياكلها، لكن وصلت جابي في الوقت ده وقتلت العملاق وحمت كايا. وقامت كايا متفاجئه ان جابي حمتها، وشويه وجم جنود من اتباع ايرين وشافوا جابي وقالوا لها انت مارليه صح؟ فكايا وعيله ساشا كذبوا عشان يحموا جابي وقالوا لهم لا دي واحده من عيلتنا. وفضلت جابي مع عيله ساشا، وفي الوقت ده اصحاب ايرين كانوا بيقتلوا العمالقه. كيس انقذ مجموعه من الجنود اللي خانوه وقتل عملاق، وميكاسا جت انقذت يلينا وقتلت عملاق هي كمان، وجان وارمن كانوا بيساعدوهم، وبعد كده جهزوا كلهم مع مجموعه من الجنود برماح الرعب ونزلوا اطلقوها على العمالقه وقتلوا كتير منهم، حتى لما شافوا بيكشس بين العمالقه استمروا لحد ما قضوا على عمالقه زيك كلهم، والوضع بقى امن وقعدوا كلهم مع بعض. هو جه فروك عندهم وهو مصاب وعرفوا انه لسه عايش، وفروك قال ليلينا الوضع دلوقتي انقلب، سلمي نفسك انت وكل الجنود اللي كانوا معاكي. هو جت كمان عندهم جابي وعيله ساشا، وجابي سالت على فالكو، فارمن وميكاسا قالوا لها ان كوني خدوه، وقعدت جابي تعيط وقالت لهم ارجوكوا اتصرفوا ورجعوه او خلوا ايرين يتصرف، هو دلوقتي بيملك قوه المؤسس ويقدر يعمل اي حاجه، زي ما فك تصلب الاسوار وتصلب كل الحاجات الموجوده يقدر يرجع فالكو. فارمن لما سمع كلام جابي قال في دماغه ايرين فعلا فك التصلب من كل حاجه مش من الاسوار بس، وده معناه ان اني زمان تصلبها هو كمان اتفك، وفعلا تصلب اني كانت فك وقامت. وجت بالصدفه عندها هيتش اللي كانت صاحبتها وصاحبه مارلو في الشرطه العسكريه، ولما شافت اثار الاقدام عرفت ان اني خرجت من بلورتها، وفجاه اني مسكتها وقالت لها اوعي تتحركي بدل ما اقتلك، بس هيتش رمتها وقالت لها انت لسه خارجه من بلورتك لاول مره من 4 سنين وبقيتي ضعيفه جدا على انك تهدديني. وخدتها هيتش بعد كده على حصان عشان يمشوا من تراستو في الطريق، شافوا عمالقه الاسوار بيتحركوا مع ايرين، واني قالت لهيتش على فكره انا كنت واعيه وانا في البلوره وكنت بحس بيكي وبارمن لما بتقولي وبتتكلموا معايا، وعرفت من كلامكم كل حاجه بتحصل. فهيتش قالت لها طب وايه رايك في اللي ايرين بيعمله؟ فاني قالت لها انا من صغري ما بهتمش باي حاجه، زمان ابويا وامي سابوني وجي راجل غريب هو اللي خدني ورباني كان اسمه ليون هارت، وليون هارت علمني ازاي ابقى قويه وخلاني انضم لجيش مارلي عشان اورث واحد من العمالقه، وفعلا خدت قوه العملاق الانثى لحد ما جه اليوم اللي همشي فيه وهروح اهجم على بارادايس. ساعتها ليون هارت اترجاني اني ما اروحش، ولما اصريت
اضطريت قال لي اوعديني انك ترجعي. هو انا دلوقتي عايز ارجع له وما بقتش زي زمان ما بهتمش بحاجه، بالعكس انا كل همي دلوقتي ان الناس تعيش في سلام مع عائلاتهم زي ما انا عايز ارجع لليون هارت، وبالتالي فانا مش موافقه على خطه ايرين دي. هو اثناء ما كانت اني بتتكلم ليون هارت كان مستنيها في مارلي، وهو والالديين بتوع ليبيريو وحاولوا يفهموا جنود من مارلي ان ايرين جاي بعمالقه الاسوار، بس الجنود ما صدقوش ده لانهم مارليين وما سمعوش كلام ايرين زي الالديين ما سمعوه. ورجوعا لبارادايس جهز ارمين عشان يروح ورا كوني ويرجع فالكو، وقال لميكاسا لازم نستعيد فالكو لانه بقى عملاق الفك، ولما نستعيد فالكو جابي هتبقى في صفنا، وممكن وقتها نقنع راينر وبيك انهم ينضموا لنا هم كمان. فميكاسا قالت له طب وهنعمل ايه مع ايرين؟ فارمن زعق وقال لها في مشاكل تانية غير مشكله ايرين، الوضع فوضوي في كل مكان وانت كل اللي همك ايرين. هو خرج ارمن بعد كده من عندها وراح لجابي عشان يروح ورا كوني، وجابي حضنت كايا وودعتها ومشيت مع ارمن. وبعد ارمن ما مشي ميكاسا كانت لسه في القلعه اللي هم فيها وطلعت لجان ولقت فروك عنده، وفروك هو ومجموعه من الجنود المنشقين التابعين لايرين سيطروا على الوضع وقبضوا على ايلينا وكل التابعين لزيك. وفروك قال لهم ايرين قال لي خطته دي من 10 شهور واحنا ضحكنا عليكم وعلى زيك، ايرين خلاص هيسيطر على كل حاجه واحنا الجنود التابعين ليه هنفضل نحميه. هو لف فروك لجان وقال له ما تنضم لنا انت وميكاسا، كفايه قتالات، من النهارده هنعيش حياه هادئه بفضل ايرين. فجان قعد يفكر بس ما ردش عليه وما ادالوش قرار. ولما كان ده بيحصل بيك كانت مع ماجوس في الغابه بعد ما انسحبوا من المعركه، وجت هانجي عندهم بعد ما عالجت ليفاي وقالت لهم ليفاي عايز يتكلم معاكم. فماجوس وبيك وقفوا يسمعوه، وليفاي قال لهم انا عايز اقتل زيك، احنا هدفنا واحد، ايه رايكم نساعد بعض؟ فماجوس وبيك وافقوا انهم يتعاونوا معاه. وبالليل الوضع كان هادي، هو كوني كان قرب يوصل بفالكو لقريته راجاكو. هو تاني يوم الصبح وصلوا وجهز كوني عشان ياكل فالكو لامه، بس وصل في الوقت ده ارمن وجابي قالت لفالكو ابعد عنه. فكوني خد فالكو وقال لهم ابعدوا انتوا بدل ما اقتله، وطلع بيه عند امه. هو قعد ارمن يفكر وبعد كده اتصرف وراح عندهم وقال لكوني انا هخلي امك تاكلني بداله، ورمى ارمن نفسه عشان ينزل في فم ام كوني، لكن كوني ما خلاهوش يعمل كده وبعده وقعد بعد كده معاه وقال له كان نفسي ابقى الجندي اللي امي تفتخر بيه، بس دلوقتي انا كنت هقتل صاحبي وهقتل طفل، انا اسف، يلا نقوم نرجع ونساعد الباقيين. وفعلا مشيوا كلهم مع بعض. هو شويه ووصلوا المكان قعدوا ياكلوا فيه، وبالصدفه لقوا جنبهم اني متخفيه فاتفاجئوا وسلموا عليها وخدوها معاهم هي كمان، وافترقت اني عن هيتش. واثناء ده ما كان بيحصل ميكاسا راحت المستشفى زارت جنديه من اللي اتصابوا اسمها لويز، ولويز قالت لميكاسا انا بعتبرك مثلي الاعلى عشان كده خدت الكوفيه بتاعتك وانا بقاتل وخليتها معايا. فميكاسا اطمنت عليها وخدت منها الكوفيه لان ايرين هو اللي كان مديها لها ومشيت بعد كده. ومع غروب الشمس في شيجانشينا جان كان بدا يعاون فروك، وهما الاثنين جهزوا عشان يقتلوا يلينا واونيانكو بون، لكن قبل ما يعملوا كده جان ضرب 4 رصاصات وفجاه جت بيك خدت جان ويلينا واونيانكو بون. هو بره القلعه ميكاسا هربت مع ارمن وكوني وجابي وفالكو واني، وطلعت ان دي خطه جان وميكاسا رتبوها مع هانجي وليفاي بمساعده ماجوس وبيك. ودت بيك جان ويلينا واونيانكو بون عند هانجي وميكاسا واللي معاها راحوا لراينر عشان يضموا ليهم. هو عملوا كل ده لانهم اتفقوا انهم لازم يوقفوا ايرين لانهم ما كانوش موافقين على اباده العالم. وبالليل اجتمعوا كلهم وماجوس قال لاصحاب ايرين هو انتوا هتساعدونا ليه؟ ما خطه ايرين هتخليكم تعيشوا الحياه اللي بتتمنوها، ولا انتوا هتساعدونا لانكم عرفتوا اننا على حق؟ فجان اتضايق وقال له احنا اللي على حق، لو ما كنتوش بعتوا العمالقه البارادايس ما كانش حصل كل ده. فماجوس قال له كل ده حصل بسبب اللي اسلافك الالديين عملوه زمان، هم اللي اضطرونا لده. هو فضل جان وماجوس يتكلموا بحده لحد ما هانجي وقفتهم. هو اني قالت طب احنا هنقتل ايرين ازاي عشان نوقفه؟ فميكاسا قالت لها مش لازم نقتله عشان نوقفه. فاني قالت كنت متاكده انكم هترفضوا انه يموت، معنى كده اننا لو قررنا نقتله هتقفوا قصادنا. فميكاسا قالت لها احنا هنتكلم مع ايرين وهنقنعه يوقف اللي بيعمله، بس اني ما اقتنعتش وقعدت تكلم ميكاسا بحده لحد ما ماجوس وقفهم. وشويه وقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض وقرروا انهم الصبح هيروحوا لميناء بارادايس، لان هناك في مركبه طائره كيومي جابتها لهم قبل كده، ومن خلال المركبه دي هيقدروا يوصلوا لايرين والعمالقه اللي معاه قبل ما يقتلوا اي بشري خارج بارادايس. وبدا ماجوس يسال يلينا هو ايرين هيتجه لفين الاول؟ فيلينا قالت له ما اعرفش. فماجوس قال لها ساعدينا، انا عرفت انك مارليه زيي وبتكذبي وبتقولي لكل الناس انك مش مارليه وان مارلي غزت دولتك عشان تحسسيهم انك ضحيه، انت ايدك تلطخت بالدم خلاص ولازم تساعدينا. فيلينا قالت له ما كلكم ايديكم ملطخه بالدم زيي، انت وراينر واني وبيك قتلتوا كتير في بارادايس، وجان واصحابه قتلوا كتير في مارلي، كلنا عملنا اخطاء. فهانجي قالت صح كلنا اخطانا ولازم نتناقش. فراينر قال انا فعلا قتلت ناس كتير منهم ماركو صاحبنا، ارجوكوا تسامحوني. فجان قام ضرب راينر بعد ما عرف ان هو السبب في موت ماركو، لحد ما جابي دفعت عن راينر واتصابت بضربه من جان وقالت له احنا غلطنا وعملنا فيكم حاجات فظيعه، لكن ارجوكوا اتعاونوا معانا وساعدونا نوقف ايرين. بس جان ما ردش عليها وسابها ومشي. وتاني يوم صحيوا كلهم عشان يروحوا للمينا. ولما اتحركوا جان اعتذر لجابي لانه اصابها بالليل من غير قصد، واثناء ما هم في الطريق بيك جت وقالت لهم انا كنت براقب المينا من بعيد، فروك واللي معاه سيطروا عليها وجاهزين لمواجهتنا. فهانجي وماجوس قربوا للمينا هم والباقي وبداوا يراقبوا الوضع. واني قالت لازم نفجر المينا عشان نقتل فروك واللي معاه وناخد المركبه الطائره. فميكاسا قالت لا الميناء موجود فيها كيومي ومعاها مجموعه من عائله الازومابيتو، مش هينفع نفجر الميناء وهم فيها. هو نيانكو بون قال فعلا مش هينفع نفجر الميناء لاننا ممكن نحتاج حد من مهندسين الازومابيتو يساعدنا في صيانه وتشغيل المركبه الطائره، وده لان هم اللي مصنعينها. فوقفت ميكاسا واللي معاها يفكروا هيعملوا ايه، وهانجي قالت لهم لازم نتصرف بسرعه، ايرين والعمالقه اللي معاه زمانهم هيوصلوا للمدن اللي في شرق مارلي دلوقتي وهيدكوها ويقتلوا كل اللي فيها. فماجوس قال لجان واصحابه ارجوكوا اقبلوا اعتذاري عن اللي قلته امبارح، انتوا فعلا ما ينفعش تتحملوا اخطاء اسلافكم. هو انحنى ماجوس لجان واصحابه فارمن قال انا هتصرف. هو ارمن خد كوني وراح لفروك وضحك عليه وقال له راينر وبيك بيهربوا واحنا بنلاحقهم، عايزين المركبه الطائره بسرعه عشان نروح وراهم ونمسكهم. ففروك حس ان ارمن بيكذب لكن ما كانش متاكد فسابه. وراح ارمن وكوني عند المركبه الطائره ولقوا عليها متفجرات، فروك واللي معاه حطوها. فقالوا للاثنين الجنود اللي هناك اللي اسمائهم داز وصامويل شيلوا المتفجرات دي وجهزوا لنا المركبه. فالجنود سمعوا كلامهم
ارمن الف دماغه ولو كل حاجه مشيت بسلام هناخد المركبه وهنمشي من غير ما نقتل حد. بس اثناء ما كان ارمن بيفكر فيروك كان هيقتل كيومي وقدرت كيومي تبعده وتوقعه، والوضع انقلب ولما دخل جنود فيروك عشان يقتلوا كيومي اضطرت ميكاسا تتدخل وضربت 2 من الجنود وخدت كيومي والازومابيتو اللي معاها وهربوا. فبدات معركه ومجموعه فيروك رموا رماح الرعد عملوا بيها انفجارات كبيره، وجه ماجوس وهانجي وجان قتلوا جنود من مجموعه فيروك وساعدوا ميكاسا والازومابيتو ونزلوا كلهم للقابو. وبره وصل راينر واني وتحولوا للعملاق المدرع والعملاق الونسا وقتلوا كذا جندي من مجموعه فيروك. وداز وصامويل لما عرفوا ان ارمن وكوني خونه صامويل ضرب ارمن بالرصاص، فكوني وقع صامويل وصامويل قال له هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو احنا مش صحاب وحاربنا العمالقه قبل كده مع بعض؟ والكلام ده اثر في كوني جدا وقال له احنا صحاب بس فكرنا غير فكركم، وقعد كوني يعيط. وشويه وارمن بدا يشفى بقوه العملاق الضخم اللي جواه وقام ضرب داز. هو كوني خد مسدس صامويل قتل بيه داز وقتل صامويل بعده وقعد يصرخ. هو كان لسه في الوقت ده راينر واني بيقتلوا في جنود فيروك وفي القابو، ومهندسين الازومابيتو اللي مع هانجي قالوا لها المركبه الطائره محتاجه نص يوم او يوم كامل من الصيانه عشان تشتغل. فهانجي وماجوس قالوا مستحيل، احنا مش هنقدر نقاتل كل ده ونحميكم. زائد كمان ان خلال الوقت ده ايرين والعمالقه اللي معاه هيكونوا دكوا مش اقل من 600 كيلو متر وقتلوا الناس اللي فيهم، وال 600 كيلو متر دول هيبقى فيهم ليبيريو ومش هنقدر ننقذها. فكيومي قالت انا عندي فكره مش هنقدر ننقذ بيها ليبيريو بس ممكن نلحق بيها باقي العالم. في سفينه بره احنا ممكن نركبها ونروح لمدينه في مارلي اسمها اوديها ونصين المركبه هناك. وما تخافوش ايرين مش هيكون لسه وصل لاوديها عشان يدكها ويقتلنا. فكلهم وافقوا على خطه كيومي وخرجوا بيها وبمهندسين الازومابيتو عشان يركبوا السفينه، وراينر واني حموهم من هجوم مجموعه فيروك. وميكاسا هي كمان اتدخلت وقتلت جنود كتير، وكوني بعده المناورات طار وساعدهم، ومن بعيد جان كان بيقنص اي جندي قدامه بس شويه والوضع ازداد سوء. وراينر واني ما بقوش قادرين يتحملوا الهجوم، وبعد ما كيومي والازومابيتو ركبوا السفينه راينر واني خرجوا من العمالقه بتاعهم ودخلت بيك تساعد. وتحول فالكو هو كمان لعملاق الفك وهاجم ففروك. لما لقى الوضع بقى صعب كده قرر انه يهجم على السفينه وراح تخطى هانجي وجهز رمح الرعد، لكن فجاه في حد اصابه ووقعه في البحر. وسقوط فروك ده ادى فرصه لميكاسا انها تقضي على معظم مجموعته، وشويه والسفينه جهزت وكله راح عندها بسرعه. بس فالكو كان لسه مش قادر يخرج من عملاقه، فماجوس راح خرجه وخلاهم كلهم يمشوا بالسفينه والمركبه الطائره، وفضل هو لان كان في سفينه تانية خاف ان جنود فروك يستخدموها ويلاحقوا اصحابه. وجه كمان كيس وانضم له وقال له انا اللي ضربت فروك وساعدتكم في المعركه وهساعدك في التخلص من السفينه دي. ودخلوا هما الاثنين مع بعض للسفينه وجهزوا متفجرات عشان يفجروها. هو ماجوس قال لكيس انا هفضل وهضحي بنفسي وهفجر المتفجرات دي، يلا امشي انت عشان ما تموتش. فكيس قال له انا هفضل معاك، دي لحظه مناسبه اني اضحي بنفسي انا كمان فيها. هو بدا كيس يتعرف على ماجوس قبل الاثنين ما يموتوا. هو شويه وعملوا الانفجار وبالفعل الاثنين ماتوا مع بعض. ولما جابي شافت الانفجار من بعيد زعلت جدا على ماجوس، بس جوه السفينه اني هي كمان كانت زعلانه لانها عرفت من هانجي انهم مش هيلحقوا ينقذوا ليبيريو، وقعدت تعيط وقالت انا عايزه اوقف كل ده مش عايزه اقاتل حد، نفسي ارتاح من القتالات. فقعدت ميكاسا تواسي اني وبعد كده خرجت تفكر في ايرين. هو قالت ايرين فعلا اتغير ورجعت ميكاسا للماضي. هو افتكرت اليوم اللي راحت فيه هي وايرين واصحابهم لمارلي اول مره عشان يشوفوها، وساعتها كانوا متفاجئين جدا من كل حاجه هناك زي العربيات والايس كريم اللي كلوه لاول مره. وهم بيتفرجوا في ولد صغير سرق ساشا، ولما ليفاي مسكه المارليين قالوا الولد ده اكيد الدي ولازم يتعاقب. فليفاي جري بالولد هو واصحابه عشان المارليين ما يعاقبوهوش لحد ما وصلوا المكان امن وخلوا الولد يمشي، وراحوا هم قابلوا كيومي. وهانجي قالت لكيومي في جمعيه هنا في مارلي اسمها جمعيه حمايه الالديين وهيعملوا ندوه بكره هنحاول من خلالهم اننا نوصل لاتفاق سلام مع العالم، هو ده املنا. وبعد هانجي ما خلصت كلام مع كيومي ميكاسا ما لقتش ايرين جنبهم فخرجت تشوفه ولقيته بيعيط وقال لها شايفه المخيم ده بتاع الولد الصغير اللي سرق ساشا الصبح، اهله عانوا كتير من الحروب لحد ما عملوا المخيم ده واجتمعوا فيه، والمخيم ده بيفكرني بجزيره بارادايس لان كل اللي فيه بيشبهونا. انا عايز اعرف حاجه منك، هو انت بتساعديني عشان انا ساعدتك في صورك ولا عشان انا عيلتك؟ فميكاسا قالت له اكيد لانك عيلتي. وهم بيتكلموا جم اهل المخيم دعوهم انهم يقعدوا معاهم، وفعلا ايرين واصحابه راحوا قعدوا طول الليل، وتاني يوم الصبح راحوا الندوه ولقوا جمعيه حمايه الالديين بيتكلموا عن ان الالديين بارادايس دول شياطين ولازم يتبادوا. وساعتها ايرين فقد الامل في الوصول لحل سلمي مع العالم ومشي يومها وساب صحابه، وقرر ينضم لزيك وينفذ خطته ظاهريا لحد ما يوصل لقوه المؤسس. وفي يوم راح قال لهستوريا انه هيدك الارض وهيقتل كل اللي فيها، فهستوريا عرضته بس ده ما منعش ايرين انه يكمل في خطته. ورجعت ميكاسا بعد كده للحاضر، ومع غروب الشمس وصل ايرين والعمالقه لمارلي. هو كان جاهز لهم هناك قوه من تحالف دول العالم وبداوا يضربوا عليهم قذائف، لكن القذائف ما اثرتش ودخل ايرين والعمالقه لمارلي. هو ايرين كان في هيئه العملاق المؤسس براسه بس، وده بعد ما جابي قطعت راسه في شيجانشينا. وهو بكده